السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا البلد الحبيب الذي هو من أحب البلدان إلى قلبي. وبداية كما قال أخي وحبيبي الشيخ سليمان الجبيلان: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأتوجه بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى، ثم لأهل الكويت شعبا وحكومة، وأخص بالذكر التلفزيون الوطن وأخي الحبيب إلى قلبي الذي أتقرب إلى الله بحبي، أخي الحبيب الشيخ نبيل العوضي. أسأل الله عز وجل أن يجزيه كل خير على هذا الجهد العظيم الذي يبذله من أجل نشر الدعوة وتنشيط الدعوة في هذا البلد الحبيب. حقيقة طبعا ما اعرفش اتكلم بعد الشيخ حبيبي الشيخ سليمان. انا مش عارف اتكلم. طبعا الشيخ سليمان اللي انتوا تعرفوش عنه ان هو كان سنتر فيرود زي الفل زمان، كان لاعب كوره كبير جدا يعني. طبعا الشيخ نبيل سمع الموضوع امبارح يعني. كان سنتر فيرود وكان هداف كبير قوي، وهو برضه ما زال هداف برضه بس في الدعوه يعني. الفرق اللي بينه وبينه، انا كنت برضه زمان سنتر فيرود برضه وكنت لاعب كوره كبير زمان، لكن الفرق اللي بينه وبينه ان هو كان يحط جوان في الفرقه اللي قدامه، انا كنت بحط جوان في الفرقه بتاعتي. من باب التغيير يعني. الصوت كده واضح؟ حد سامع الصوت؟ طب الحمد لله. صلى على الحبيب اللهم صلى الله عليه وسلم. احلى حياه بعد الجلسه الطيبه مع اخي الحبيب شيخ سليمان. والشيخ سليمان من الشخصيات المحببه جدا الى قلبي، وانا بحب اسلوبه جدا وبحب طريقته في الدعوه، بحب تبسيطه للدعوه، بحب يعني طرفاته الجميله ولمحاته الجميله من اجل تاليف قلوب الناس، لان ده مطلوب في الدعوه الحقيقه. بعض الناس ممكن يعترض على اسلوبنا او ان احنا بنبتسم في الدعوه او غير ذلك، لكن بنقول حسبنا ان هذا هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كان بسام المحيا. يعني النبي عليه السلام كان لا يعرف الغضب في وجهه الا اذا تغير وجهه، والاصل في ايه؟ الاصل ان كان وجهه متبسم صلى الله عليه واله وسلم. فاحلى حياه عايز اسال سؤال، بس ده معلوش فلوس يعني، الشيخ سليمان هو بتاع الفلوس بس، ربنا يبارك فيه يا رب. لا مستعد. السؤال: حد عايز فلوس؟ حد عايز يتجوز؟ حد عايز عربيه؟ حد عايز فيلا؟ طبعا الكل عايز، صح؟ طيب لو اديتك كل دوت واديتك عليهم ضمان لمده 10 سنوات، تقدر تديني ضمان لمده 10 سنوات انك تبقى سعيد؟ تقدر؟ لا. يبقى اذا السؤال بقى نصححه: حد نفسه يبقى سعيد؟ الكل يبتغي السعاده والكل يريد ان يسعد، صح ولا لا؟ يبقى اذا السعاده ما هيش في المال ولا في الثلاجه ولا الديب فريزر ولا في الدش ولا في الفلوس ولا في اي شيء، انما السعاده في الايمان. قال جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. الله، ده في الدنيا. ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، ده في الاخره. خد بالك بقى، شوف كلام الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه حينما يقول: ان في الدنيا جنه من لم يدخلها فلن يدخل جنه الاخره. قالوا: ما هي يا امام؟ قال: انها جنه الايمان. وشوف ابراهيم ابن ادم لما يقول: والله لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه من السعاده لجالدون عليها بالسيوف. المال ممكن يجيب لك البيت لكن لا يضمن لك الامان، ممكن يجيب لك الدواء لكن لا يضمن لك الشفاء، ممكن يجيب لك الزوجة والأولاد لكن لا يضمن لك السعادة، ممكن يجيب لك الطعام لكن لا يضمن لك الصحة. إذن فالذي يضمن لك كل هذا هو إيمانك بالله سبحانه وتعالى. يبقى السعادة حقيقة ما هيش في الفلوس ولا في الدنيا ولا في المنصب، إنما السعادة إن القلب ده يعرف الله، السعادة إن القلب ده يرتبط بمنهج الله وبهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآية واضحة جدا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. الذكر والأنثى يستويان في التكاليف الإيمانية وفي الجزاء الأخروي. في أمور الدنيا وليس الذكر كالأنثى، ماشي، لكن في أمور التكاليف والإيمان الاثنين زي بعض. خد بالك: أني لا أضيع عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. شوف سبحان الملك. فالإيمانيات تجعل الإنسان أسعد إنسان ويعيش أحلى حياة في الكون ده كله في ظل إيمانه بالله سبحانه وتعالى. الإنسان يا جماعة مخلوق من طين ومن روح، قبضة من طين ونفخة من روح. هذا الطين اللي هو الجسد عزكم الله، غذاء كله في الطين في الأرض، أكل وشرب ونبات ولحوم وماء وزرع وعسل ولبن إلى غير ذلك. وغذاء الروح في منهج الله وفي شرع الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن الإنسان يتعب في حياته
لكن يسعد سعادة لا تتخيلها. بيقوم يصلي صلاة الفجر فالجسد بيتعب لكن الروح بتسعد. بتلبس الحجاب في عز الحر الجسد بيتعب لكن الروح بتسعد. بيقوم عشان يصلي قيام الليل الجسد بيتعب لكن الروح بتسعد. بينفق ويتصدق ويحرم نفسه من متع كتيرة من الدنيا لكن الروح بتسعد، وهكذا. يبقى إذن الأساس إن ناس كتيرة جدا بيبقى حاسس باختناق، بتعب، بمشاكل، باكتئاب، بضيق، بمتاعب نفسية. فتيجي لما تسأله يقول لك يعني حاسس ومحتاج أروح لدكتور نفسي ومحتاج، مع إن المولى عز وجل جمع لنا كل هذا العلاج في آية واحدة. قال جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله، جميل قوي قوي إن أنت تعرف إن لا سعادة لك إلا في ظل شرع الله وفي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده عايز تعيش السعادة الحقيقية، شوف النبي عايش إزاي. عندك أصل. النبي صلى المولى عز وجل قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عايز تعيش أحلى حياة، تعيش أسعد حياة، تعيش أجمل حياة وأبهى حياة، بص شوف النبي عاش إزاي. شوف النبي عاش إزاي. يبقى إذن النبي عليه السلام رغم أنه كان عايش في بيت بسيط جدا، وكان طعامه أبسط مما تتخيل، وكانت حياته أبسط مما تتخيل، لكنه كان أسعد إنسان وأسعد رجل على وجه الأرض عرفته البشرية كلها بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. عشان كده هو نفسه بيقول لك لو عايز تعيش أحلى حياة، قال لك: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويجي يقول لك: الحق نفسك، دي فرصة عمرك، اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، فراغك قبل شغلك، حياتك قبل موتك. شوف قد ايه محتاج ان انت تتعامل مع المولى عز وجل بذكاء المؤمن. حول عاداتك كلها الى عبادات. هتنام كده كده انا هاكل انا وانت، ماشي؟ انا عازم اخ كريم وهناكل مع بعض ومن طبق واحد وهناكل نفس الطعام. انا هاكل بنيه وهو ممكن ياكل من غير نيه. نيته ايه؟ عايز ياكل عشان يشبع، انما انا نيتي اكل عشان اتقوى بهذا الطعام على طاعه ربنا. يبقى الاكل ده عباده. انا هنام كده كده لازم هنام واستريح، لكن هنام بنيه واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي. يبقى يعتبر النوم ايه؟ عباده لله سبحانه وتعالى. انا هتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع احدكم صدقه. قالوا: يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له بها اجر؟ قال: اجل. ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك اذا وضعها في الحلال فله بها اجر. وده بيفكرني بشاب كان عايز يتجوز الشيخ سليمان، فراح للشيخ من المشايخ قال له: شيخ انا عايز اتجوز، عايزك تعرفني بقى الافكار الحاجات الحلوه اللي بتقولوها في ليله الدخله، ليله البناء، عشان بقى يعني تبقى الزواج كده على السنه وشاف ايه. قال له: شوف يا ابني يا حبيبي، اول ما تخش على زوجتك كده حط ايدك كده على ناصيه راسها وقول: اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها علي، واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، ودعاء الجماع كذا ودعاء. وقال له يعني كل حاجه. قال له: جزاك الله خير والله ما قصرت. جه ليله الدخله كانت تاني يوم بقى، فربنا رزقه بواحده زي القمر ما شاء الله. فاول ما دخل وكشف النقاب فقد الذاكره، فحط ايده على راسه وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. ما تسقفوش معنا عن الشيخ سليمان. صلى على الحبيب. صلى على الحبيب. ده بيفكرني برضه بواحد يا شيخ سليمان. كلهم يجيبوا لنا مويه بالمجرى. عايزين ميه بالله عليكم. الشيخ سليمان تعبان، ربنا، واللي راجل لسه مطلع 300 دينار ربنا يبارك فيه من جيب اللي جنبه يعني. لا معلش يا شيخ نبيل. بفكرني برضه بواحد كده كان الشيخ ابو اسحاق كان بيحكي الطرفه الجميله دي. بيقول لك واحد لسه كان متجوز، كانت زوجته بقى شديده جدا وطبعها حامي، فحصل ما بينهم مشاده كلاميه، راحت سحبه الشومه وجريت وراه. عارفين الشومه؟ العصايه، النبوت بالصعيد يعني. فمسكت الشومه وجريت وراه. هو راجل زي ما تقول كان مذاكر الشيخ سليمان وعامل حساب اليوم ده، فراح منبطح فين؟ تحت السرير. تحت السرير. اكيد شفت الفيلم ده قبل كده. المهم يعني فنزلت تحت السرير، فهي وقفت له مش عايزه تسيبه برضه، فبتقول له ايه؟ بتقول له: لو راجل اطلع لي بره. فراح بص من تحت السرير قال لها: مش طالع وهنشوف كلمه مين اللي هتمشي. يعني طبعا كلمته هو اللي هتمشي لانه مش هيقدر يطلع يعني. واخد بالك؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى: وفي بضع احدكم صدقه. يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له به اجر؟ قال: اجل. ارايت ان وضعها في الحرام اكان عليه وزر؟ وهكذا كل حياه انت بتشتغل كده، بتشتغل
رايح شغلك احتسب ان انت رايح عشان تشتغل وتعف زوجتك واولادك عن سؤال الناس، يبقى الشغل نفسه عباده، يعتبر من نوافل العبادات. جميل قوي. بس ما يبقاش الشغل بقى ايه يلهيك عن ايه، عن الصلاه الخمس وعن العباده، تقول العمل عباده. لا، العمل هنا ما يبقاش عباده. انما لو يعينك على طاعه ربنا وما تضيعش حق ربنا سبحانه وتعالى، يبقى العمل فعلا عباده. وهكذا تحول كل عاداتك الى عبادات. زيك حبايبي تلاقي واحد يجي من القيامه واعماله هو عاش 60 سنه، يجي باعمال ما شاء الله كلف عنده كام سنه؟ 15 سنه، يجي باعمال 45 سنه. واحد تاني يلقى الله عز وجل بعباده ايه؟ 3 سنين. ليه؟ يا دوب وقت الصلاه وخلاص، وقت الصيام وخلاص. انما ما سوى ذلك لا يحتسب اي شيء. خليك ذكي، احتسب الاكل والشرب والعمل والكلام والبسمه. تبسمك في وجه اخيك المسلم صدقه. واحنا دايما الشيخ سليمان بنرفع شعار البسمه والرحمه. والله ده اساس كل الدعوه. وربنا يجعلنا واياكم يا رب العالمين ممن تفتح بهم القلوب وتفتح لهم القلوب. فخلي عندك ذكاء في التعامل، خليك ذكي في كيف تجمع الحسنات، كيف تدخل جنه رب الارض والسماوات. حبيبنا ما تصلى عليه، مش سامع؟ اللهم صل صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ليه يا رسول؟ قال 4 حاجات. أول 3 حاجات ما يهمناش، إنما الرابعة عشان نبيل تهمنا قوي. قال إيه؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. آخر حاجة: وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. يا الله، شوف بقى، تخيل لما تكون ساكن في بيت في الجنة، سقف بيتك عرش مالك الملك وملك الملوك. الإمام أحمد بن حنبل كان ساكن في دار، الدار دي إيجارها 10 دنانير مثلا يعني. لما حب واحد يأجر الدار اللي جنبه، صاحب الديار دي كلها راجل واحد، فأجر له الدار ب40 دينار. فقال له: ليه؟ طب ما هو الإمام أحمد ونفس البيت مأجر ب10. قال له: أيوة، 10 ده إيجار البيت و30 لجوار الإمام. خدت بالك؟ وهكذا ولله المثل الأعلى. جار طيب، أجار طيب، الله يبارك فيك. فأنت خليك ذكي، خليك ذكي في التعامل مع الله عز وجل، تحصل على أكبر قدر من الحسنات. بس ما تخليكش ذكي زي واحد صاحبنا. كان واحد صاحبنا يا جماعة ذكي جدا، فدخل على واحد صاحبه أذكى منه. صاحبه ده كان أعزكم الله كان شغال مكواجي، فدخل عليه، داخل يزوره وسلم عليه وكده، فلقى خدوده الاثنين مولعين محمرين كده ومحروقين. فقال له: سلامة خدودك يا حبيبي، ايه اللي مولع خدودك كده؟ قال له: ابدا، كنت باكو جلابيه حاطط الموبايل جنبي، فجأة رن الموبايل، نسيت فرديت بالمكوى. قال له قال له: طب ده خدك اليمين، ايه اللي حرق الشمال؟ قال له: ما هو الغبي اتصل تاني يعني. واخد بالك؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. عشان كده بنقول لشباب الامه وبناتنا ربنا يبارك فيهم واخواتنا، بنقول يا جماعه الله يبارك فيكم. انا عايز يعني الحقيقه افسح المجال لاخويا وحبيبي الشيخ سليمان عشان انا مستمتع والله. الدكتور محمد جاي دلوقتي، ما احنا مش عارفين هو مستخبي فين، بس ان شاء الله يطلع دلوقتي. عايزين نقول يا جماعه اوعى حد فيكم يجعل حياته حقل تجارب. مشكله شباب الامه يا جماعه، او كتير من شباب الامه، ربنا يحفظ شباب الامه ونساء الامه يا رب العالمين، انه عايز يجرب كل حاجه. يقول لك نفسي اجرب، طب سيبني اجرب الطريق ده ولما اندم بقى هندم وارجع. لا يا سيدي، ربنا يبارك فيك، العمر قصير لا يحتمل ان يكون حقل تجارب. بدل ما هتمشي في طريق المخدرات لحد اخره وبعد كده تندم على عمرك اللي عدى. لما جابوا في التلفزيون لقاءات مع بعض المدمنين اللي تابوا، قال له: ندمت عليه؟ قال له: ما ندمتش الا على عمري اللي راح. 15 سنه ادمان، والتاني 19 سنه ادمان، وواحد بيقول لهم: والله 40 سنه ادمان. يا الله، 40 سنه مدمن مخدرات، مين يتحمل الكلام ده؟ فبدل ما تعدي العمر ده كله وبعدين في الاخر تقول ندمت، ربنا هيقبل توبتك. خد بالك، ما بنيأس حد من رحمه ربنا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. المولى عز وجل يقول: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وكما جاء عند المنذر بسند جيد، رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان لم يسلم بعد، وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، فجاء إلى النبي وقال: يا محمد، إني قد عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. طب بالله عليك لو أنت مكانه تقول له: يا راجل أنت فيك حيل تعصى ربنا، يعني 80-90 سنة ولسه بتعصى، صح كده؟ إنما شوف النبي بقى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خدت بالك؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تبسم النبي في وجه هذا الرجل وقال:
أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. رجل برضو في عنده مشاكل عاملها، فقال له وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا والنبي يبتسم والرجل يقول الله أكبر الله أكبر. هي دي المسألة. كما قال علي بن أبي طالب العالم لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يجي الفضيل بن عياض يقابل رجل عنده 60 سنة، يقول له كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل، خلاص ده أنت قربت تموت. ففزع الرجل وكأنه أول مرة يسمع الكلام ده. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أتعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال له يا هذا من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال لا. ما الحيلة؟ يرحمك الله أعمل إيه؟ قال الحيلة يسيرة. شوف بقى العلماء بيعملوا إيه؟ قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل في علاه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الحسن في يوم من الأيام كان ليه جار ما بيصليش، فجأة لقى نازل في الشارع فنزل يتمشى وراه الشيخ سليمان الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة. فنزل فدخل عليه دخلة جميلة كده، رجل ما بيصليش دخل، بدل بقى ما قال له تارك بين الرجل وبين الكفر تارك الصلاة وهذه هي الأدلة وقد اختلف العلماء، ما جابلوش الأسلوب ده، جابها له بشكل جميل قوي. قال له إيه؟ قال له والله إني أرى على وجهك نورا فهل تأذن لي أن أسير معك؟ تأذن لي أمشي معك شوية؟ قال له اتفضل. يقول العاصي على وجهك نور. بيقول العاصي على وجهك نور، سبحان الله. فقال له اتفضل. وهم ماشيين، شوف إخلاص الداعية ربنا بيفتح له القلوب سبحان الله. ويعني نسأل الله عز وجل أن يكون يعني أن يفتح بنا جميعا القلوب. فإذا بالرجل وهم ماشيين عدت جنازة قدامهم. حسن البصري أول ما شاف الجنازة قال يا هذا أرأيت لو أن الله أحيا هذا الميت الآن فيا ترى ماذا سيصنع؟ فطرة الإنسان طيبة. قال ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة للرحم وحجا وكذا وكذا. قال له فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فتاب الرجل وعاد إلى الله سبحانه وتعالى. وكان شيخنا الشيخ سليمان امبارح بيحكي لي مجموعة قصص جميلة جدا جدا لتوبة ناس وإسلام ناس. كل ده بإيه؟ ادعو إلى ربك بإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن الدعوة الجميلة الرحيمة الرقيقة. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، ويعني أعطي الحوار والكلمة يعني لأخي وحبيبي سنتر فيرود. الدكتور وصل ولا ما وصلش؟ طب لو ما كانش وصل الكلمة مع الشيخ سليمان. يلا ناخذ الفاصل بس بعد اذنكم، وان شاء الله رادين باذن الله. فاصل اعزائنا المشاهدين بس بعد اذنك يا شيخنا. اعزائنا المشاهدين ان شاء الله باذن الله خلصت المحاضرة، نرجع لكم بعد الفاصل ان شاء الله. حياكم الله اعزائنا المشاهدين في شاشات تلفزيون الوطن وجمهورنا الحاضر في صالة التزلج في الندوة الثالثة من الندوات الدينية في مهرجان ليالي فبراير. احنا استمعنا واستمتعنا بكلام الشيخ سليمان جبيلان قبل الفاصل وكلام شيخنا ابو عمار محمود المصري عن احلى حياة، وتكلمنا باكثر من محور، وراح يمتعنا ايضا الان شيخنا ابو عبد العزيز سليمان جبيلان بمحاور جديدة وقصص. يعني هو انا قاعد اشوف صراحة قصصات جرايد واربع وخمس اوراق يعني متناثرة. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه الفتح إن شاء الله بإذن الله، فليتفضل مشكورا. الحمد لله وكفى، والسلام على العباد اللي اصطفى، وسلم تسليما كثيرا. أولا نشكر الشيخ عائشة الصباح وغيرها من الشيخات الحاضرات الحقيقة على حضورهم مثل هذه المهرجانات ودعمهم، فجزاهم الله كل خير، وجزا هذه الله العائلة الكريمة كل خير على حقيقة أن يتقدموا مثل هذه الندوات، فإن دل على حبهم للخير، نسأل الله أن يبارك فيهم. غلامين. ثانيا ما زلت حقيقة ما زلت أصر على أن الدكتور محمد هو له يعني حقيقة قسم من هذه المحاضرة، وهو على حد علم أنه متواجد. يا شيخ نبيل الله يجزاك الجنة والديك، فقل له كرما وفضلا وجودا منه أن يأتي إلينا. حقيقة يعني ما زال الجماهير موجودين يناظرون يدورون يتلفتون ما لقوا لا على اليمين ولا على اليسار. ها يا شيخ نبيل
أنا أدري إنه جاي ما راح بس أين هو؟ يعني يجي. جزاك الله خير. أما القصاصات اللي أمامي الحقيقة تؤلم، وأريد من المصور أن يقرب الكاميرا، وأنا حطيت إيدي على الدولة التي نشرت هذا الخبر عشان لا يزعلون. بعض الدول بعيدة. كيفك والله أنت ما في المصور ما يقرب. تقرب يا مصور ممكن، يعني عشان المشاهدين في دول مثل التعاون وفي الأمصار الإسلامية في العالم يرون هذا الخبر المؤسف للأسف الذي نشر. وكنت قد أخذته من بعض الجرائد في الطائرات أن 20 حالة انتحار من بداية عام 2009 حتى الآن. كم لها 2009 بادينا كم شهر؟ 3 أشهر. خلال 3 أشهر 20 حالة انتحار في دولة من دول مجلس التعاون الخليجي. وهذه الحقيقة تعتبر بالنسبة لنا كمسلمين طامة كبرى. وأنا أجزم جزم وأنتم تجزمون جزم والمشاهدين والمشاهدات الكرام يجزمون جزم أن الذي يقدم على الانتحار هو عايش في أحلى حياة ولا في أسوأ حياة؟ رد يا أخوان بصراحة. لو أن حياته حلوة ينتحر ما يقدم على هذا أبدا. لا تقدم عليكم والله البهايم فضلا عن الأوادم. يعني لم نعرف في تاريخ حيوان من الحيوانات منذ أن خلق الله، وهذا سؤال طلاب الابتدائية الصغار أولى وثانية ثالث ابتدائي، نريد أن نعرف منذ أن خلق الله الحيوانات تاريخها حتى الآن سمعنا أن حيوان انتحر. هذا مستحيل. طلاب ابتدائية رفعوا يدينكم، متوسط رفعوا يدينكم، جائزة. أنت طلاب ابتدائية الله يجزاك خير. ها أوقف يا ولدي، أي صغير اللي توي ستاند أب، أوقف. أيوة ارق فوق الكرسي، فوق الكرسي عشان تمانع الكاميرا. أيوة ما شاء الله. هل تعرف يا بني في تاريخ الحيوانات أن حيوان انتحر؟ سمعت ولا قرأت في كتاب مرة ولا قطوة؟ أكيد. جزاك الله خير. اجلس لك جائزة. حسان الزعتري يا شيخ. حسان الزعتري انتحر. الشيخ محمود الحصري محمود المصري يقول أن هناك كرمكم الله حمار الزعتري انتحر، فيقول لنا قصته إن شاء الله. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ قل لنا قصة هذا الحمار الذي انتحر. القصة باختصار شديد ان كان في رجل اعرابي اسمه الزعتري. الزعتري كان عنده حصان وكان بياكله اجمل انواع الاكل، وكان بيخلط له الشعير بالسكر انه عارف ان الحصان كان بيحب السكر. وفي يوم من الايام مرض الزعتري، فالحصان جاله حالة اكتئاب شديد وامتنع عن الطعام وعن الشراب لمدة طويلة جدا، وظل قابعا بجوار خيمة الزعتري لحد ما مات الزعتري، وخدوه عشان يدفنوه في تبة عالية. وهم رايحين يدفنوه مشي وراهم الحصان لحد ما دفن صاحبه ونظر إليه في القبر، ثم انطلق إلى أعلى التبة وألقى بنفسه منتحرا. لا إله. ده من باب وفاء الحصان للزعتري. يعني حصان واحد خلال التاريخ كله و20 واحد خلال 3 شهور. صحيح ترى قضية يا إخوان ما هي سهلة والله. لأن عندما ننظر لهذا الخبر يؤلمنا، لأن نعرف كبار السن فينا الذين شابت لحاهم وتقدمت بهم السن. وهو أحد الإخوة أمامي قد ابتيضت لحيته، وأتوقع أنه مثل الشيخ الثويني بمواليد 60 ميلادي و50. هل تذكر يا شيخ من أهل الكويت؟ هل تذكر في تاريخ الكويت عام 60 ميلادي و62 و65 و70 و75 إلى 80 أيام كان الكويت يعني مثل عندنا السعودية فريج وأهل الحي والناس يعني في بساطة من العيش، ولا عندهم ذاك يعني ذيك النعم الكثيرة. هل سمعت أنه في ذلك الوقت أحد انتحر؟ ها؟ هل يوجد؟ ما أذكر. حتى حنا على أيام طفولتنا وكنا صغار في السبعينات ميلادي والثمانينات لا نعرف هذا. طيب وش اللي جابها في طفرة المادة؟ الآن في نعم. الشيخ ذكر لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نام الحصير حتى أثر على جنبه، وهذا البخاري. دخل عمر صلى الله عليه وسلم عليه فإذا بالحصير قد أثر على جنبه، وقال يا رسول الله ملوك الفرس والروم تنام على الحرير وأنت تنام الحصير. فقال في شك أنت يا ابن الخطاب، ألا يكفي أن لهم الدنيا الفانية ولنا الآخرة الباقية؟ ومع شغف العيش وقلته ما وجد انتحارات، ومع النعم اللي موجودة الآن عند شبابنا اللي ما يعرفها لا أبوك ولا جدك. يعني شبابنا التالي ذا عند وجبات شيباننا والله ما يعرفون يا إخوان. اسأل أي شايب عمره حول 75-80 سنة قل له ما هو الهمبرجر، يجاوب شيخ نبيل يقول هذا والله مو موجود في ريج عندنا. هذا من أي عائلة ذا؟ ما يحسب صحيح، حسب عائلة ما يستغرب. واحد سألوه قالوا له تعرفون موسيقى مشهورة اسمها بيتهوفن، وواحد غبي سألوه قالوا تعرف بيتهوفن؟
قال أنا بعرف هو في نفسه كيف أعرف بيته. فالآن حقيقة يتألم عندما مثل الجريدة ذي. ليش؟ لأن الشيطان ذكي. مشكلة الناس أن يحسبون الشيطان غبي. أنا أحلف بالله العظيم، وهذا استنادا لكلام العلماء، أن أذكى مخلوق منه هاشق علي العجمي. ارفع صوتك، كلامك صح، أنا أشوف شفايفك تحرك، أنا أقرأ الشفايف. ارفع صوتك. والله قراءتي لشفايفك غلط. ها من يعرف؟ يا عمي الشايب والدنا ما شاء الله عليك، عطوا جائزة الآن، عطوا جائزة قدام. عطى يا مشاري، يستاهل الوالد جائزة، عطى جائزة. ايه صحيح. أذكى مخلوق الشيطان، ذكي خبير في ركوب الرجال والنساء والكبار والملوك والأمراء. لأن تاريخ خبرته كم سنة؟ الشيخ محمود مثلا خبرته في الدعوة الآن 15 سنة، أنا مثلا 5 سنوات. الشيخ في التقديم خبرته 4 ليالي، صح؟ لأن أنا أول مرة أشوفه. واحنا قاعدين حق هالشغله هذه. ان شاء الله. الله يجعلنا نضحك في الجنه. قول امين. الشيطان كم خبرته؟ ها اخوي خادع نزي، منذ ان خلق الله ادم الى الان هو خبير في ركوب الرجال والنساء. جر لجهنم، جررها لجهنم. فلذلك في هذا العصر الآن يجرى الشاب والله قبل كم ليلة، وهذا الجوال معي بس أخوي ساعات المخرج يقول لا تفتح الجوال، ولا وريته خادع نزي، وريت الدكتور أخوه اليوم والله مسجل منتحر 1 منتحر 2 منتحر 3 منتحر 1 والله إلى 50 إلى 60 إلى 100 في الجوال عندي. واحدة قعدت 3 أيام أكلمها أمس يوم 2.5 ساعة عشان أقنعها أن تعدل عن الانتحار. طيب وش بك؟ بل في قناة سماء دبي اللي شافني منكم قبل أسبوع شيخ نبيل، كنا على هواء مباشر في مهرجان الأميرة هيا زوج الشيخ محمد بن راشد، وكنا على هواء مباشرة والبرنامج عن السعادة. والله يا شيخ محمود أول اتصال جانا بشابة تقول أنا حاولت الانتحار 3 مرات، متخرجة ومعها بكالوريوس. واحدة قبل 4 أيام بالعة 25 حبة بنادول ومقهورة إن ما ماتت. زهمت علي قالت أبزم عليك لاني ما مت وبسألك ليش ما مت. قلت شايفك اخصائي باطنية، الله يجزاك خير، اخصائي باطنية انا. اي والله بالع 25 حبة بنادول. وما زلت اذكر ان شابة، ويذكر الشيخ نبيل، وقلت له وفتحت الجوال شربت قارورة كاملة كلوريكس. تعرفون كلوريكس اللي منفض اللي في الدعاية اللي يجي انه كلوريكس، قارورة كاملة شربتها، ولولا لطف الله وإدراك أبويها لها المستشفى كان راحت فيها. سألتها قالت لي يا شيخ أنا شربت قارورة كلوريكس. قلت ليش ما عندكم صن كويك؟ ما عندكم ثيمتوا طعم اللقاء؟ ليش؟ ما السبب يا بني يا امرأة جامعية مثقفة عائلة مرموقة بالمال والترف طيب وش السبب؟ الجريدة تنشر، وش السبب؟ والله وبالله وتالله لو عرفنا مرمى هذه الآية، الذي خلق الموت إيش والحياة، اللي خلق الحياة الله يعرف وش يصلحها. وجرب، أنا أقول للشباب وحاشا أن نقول كما قال الشيخ الدكتور علي العجمي يوم يسوون في مشروع ركاز وشو جربها، صح؟ جربها. أقول حاشا أن يجرب الدين، بالعكس. لكن الشباب والشابات في الأمصار العربية الذين أقدموا على هذه الحالة، حالة الانتحار في السعودية، في المغرب العربي، في اليمن، في لبنان. أنا رحت بيروت وروني منطقة اسمها الروشة، شفت يا شيخ نبيل وروك أنت رحت بيروت. وش الروشة ذي؟ جبل في وسط البحر يطلع من فوق الشاب، ويطلع الشاب ويرمي نفسه. طيب لماذا وصل الحد ذا؟ والله وبالله وتالله لو عرفنا مراد الخالق منا ما أقدمنا على هذا. شوف حياة إنسان في طاعة الله، 1 يوم بس من الفجر إلى بعد العشاء تجد في أنس. والله إني أدخل على شباب، وهذا أخوي خالد العنزي قدامي يشهد على ذلك، إني أدخل على شباب وبضحكهم واستانس إياهم، يقول لي كذا بهذا النص، يقول والله يا مطوع إنك محشش. يقول لي أنا يا أخي عيب عليك يا أخوي، والله الحمد لله ما أشرب ولا الدخان. قال يا مطوع إحنا ما نضحك كذا ونستانس إلا إذا حششنا مرة، حششنا ورفعنا مرة ضحكنا مثل الضحك. أنت تضحك كذا؟ قلت أخوي نضحك ونستانس. والحشيش وش حصلتوا منه يا أهل الحشيش؟ واحد عندنا محشش الله يهديه قومته همه الساعة 8 متأخر على الدوام، وطبعا هو مدني وأخوه عسكري، هو في البلدية وأخوه عسكري في الأمن. أخوه اللي في الأمن رجل مؤدب وخلوق يمسك ورديات، مثل اللي جابوني أمس، شفتوا شيخ نبيل اللي جابوني من المطار، أنكم أنتم جزاكم الله خير تأخرتوا علي، يعني سامحتكم لا بأس. أي وجاء واحد سمين ما شاء الله الله يوفقه، قول آمين، في الدفاع المدني، الشيخ الجبلان اركب،
قلت خالد زخير والله ما اقدر رجاء. قال اركب. قلت يا اخوي ما اقدر الله ولو سمعنا ما شاء الله تبارك الله ويفتح الباب. قلت له رفقا بالقارئ ارفق الله زخير لا تكسر ضلوعي. وركبوني في الدفاع المدني. اول مره بحياتي اركب سياره دفاع مدني وجابوني. الشاهد وش القصه؟ انا ايش قلت؟ عن المحشش اللي بدل بدلته. المحشش في الامن الى ان الله يرحم الطنطاوي يقول امين مثل الشيخ علي يقول موضوع ينزل اللي قبله. فهذا المحشش طول الليل جاء اخوه العسكري سلم الورديه مثل الدفاع المدني يقول اسلم الورديه وارجي ارقد. رقد ذا العسكري وعلق البدله. جت الام قومت اللي في البلديه قم يا وليدي قم تاخرت على الدوام الساعه 8. وقام مربوش والحشيش ما زال براسه ويطق البدله حقت ايش؟ حقت اخوه العسكري ويروح للدوام. وين يداوم؟ في البلديه. دخل على المدير عشان يوقع المسير حق الحضور. يوم شافه مدير البلديه قال مجنون يا خبل تلبس بدله رجل امن انت حاجه شخصيه والله انت تسجن سنه. ناظر البدله قال الله يهديها امي قومتني حسبني اخوي. فهذول اللي ينتحرون هذول اللي في الجرائد قصاصات. شوفوا واحده قرب يوم صور شوفوا عشان لا تعرف الجريده. حرمه مو رجال يعني شباب يحششون شباب يشربون خمر لكن حرمه لقوها سكرانه. حرمه وسكرانه ابلشت رجال الامن وحاست الدنيا ويقول رجل الامن امشي تقول له حبه يا بنت الاجواد ولا سكرانه حالة حال. دخلت علينا سكرانه في دوله اسلاميه بس ما ودي يبان الدوله يزعلون علينا. دخلت علي في دوله من الدول الاوروبيه رحت اسافر اوروبا انا للدعوه ودخلت عند السفير وقعدت وكذا واصلا جايبين واحده سكرانه. قالوا جابك الله يا شيخ لقينا واحده سكرانه غدك تنصحها. صح سكرانه خلوها تصحى. قالوا شو اسوي له مره يمكن طولها حول مترين تصلح لعبه سله. اي لان واحد سلم علي قطري طويل عمره طوله 2 سنتي يا اخوان. ما شاء الله. اول ما سلمت عليه ولا مع واحد قصير ما شاء الله قلت والله اكيد انك لاعب سله. قال ايش دراك؟ قلت طويل يعني تبي دراسه هي طويل اكيد لاعب سله. اللي بجنب القصير قال طيب انا مطوع. قلت انت تنس ارضي. طيب هذه والله تبي احلى حياه بالخمر والله العظيم. هذا يبي احلى حياه بالانتحار والله ما فيها حياه حلوه. بالعكس المنتحر اين مصيره يا دكتور يا شيخ نبيل؟ ها شيخ نبيل النهار معروف. روى البخاري في صحيحه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تسحى سما فهو يستحيي في نار جهنم خالدا مخلدا ابدا. يعني لو بتكلم عن اهل حياه ونجيب مثلا بيش كلنا نجمع اولا والله مو حنا بس يا المسلمين حتى غير المسلمين وعلى راس يعني على راس الكفار توني بلير قبل 3 أيام و4 أيام سووا معلقه. شوفوا احلى حياه. البريطاني الكافر اقر بها. وش هي؟ قال انا لا يمر علي يوم الا واقرا القران. توني بلير مسلم ولا نصراني؟ رد يا اخوان. طيب كيف يقرأ القرآن؟ ليش يقرأ القرآن؟ أنا لو أسأل لماذا يقرأ القرآن؟ لأنه ارتاح بقراءته. صح ولا مو صح يا إخوان؟ لذلك أستطيع أن أجزم وأن تجزم وكل المستمعين الكرام يستمعون المشاهدين أن أحلى حياة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. 3 يابانيين جو من اليابان للرياض أهل شركة كبيرة واللي قص لي راعي الشركة أعطاه سيارة مثل حقت أخونا خالد الله يبارك له فيها. يستقبلوا في المطار لكسس لأنهم هم من اليابان وجايين تبع شركة لكسس. اللي سوق السيارة شاب سعودي. قالوا راعي الشركة تستقبلهم. جو اليابانيين ركبوا. يوم ركبوا طبعا شغل الشاب السعودي السيارة ومشى. الصباح غالبا احنا وش نشغل؟ قرآن. اخواتنا اخواننا القرآن. يوم شغل السيارة مشت واذا باخونا الفاضل الشيخ احمد العجمي يقرأ. مشي اخونا اليابانيين ورا. الشريط خلص فاخونا ذا صاحب السيارة طلع الشريط قال فرصة اسمع شريط مثلا الشيخ فلان يقول هو فدخل شريط الشيخ سعيد مسفر الله يوفقه. يحلب بالله العظيم يوم دخلت سعيد مسفر ومشيت شوي اليابانيين اللي وراء ضخني مع كتفي قال لي كذا يقول تفت قال ايش معناها؟ لانه ما يعرف يتكلم بالاشاره يعني طلع الشريط وحط الشريط الاول. يحلب بالله الشاب اني طلعت الشيخ سعيد ودخلت القرآن العجمي قالوا لي كذا. طيب ياباني وما يعرف لغة عربية وتأثر بالقرآن. لماذا؟ لأن الله قال لو أنزلنا هذا القرآن على إيش؟ على جبل. أحلى حياة بالقرآن. لكن القرآن ذا في حياة كثير من الشباب والشابات وخصوصا يا شيخ نبيل الذي يقطع انتحار اسأله قل له متى آخر مرة ختمت القرآن؟ وش يقول يا شيخ نبيل؟ آخر برنامج عنده قراءة القرآن. يا حبيبي القرآن لو فيك جني وش يطلعه؟ جني دخل فيك وش يطلعه؟ رد يا اخوان. القرآن والله من واحد جابوه يزوعق ويحارب حاله وينفت عليه الشيخ. واحد شيخ قبيله كريم مثل حياة مطاي دخل في جني وجابوه الشيخ يقرأ عليه. فالشيخ قرأ تأثر الجني صار قال خلاص أبى أطلع. شيخ القبيله قال والله ما تطلع لأنك متعشي.
فأقول أحلى حياة بكتاب الله يا أخي يا أختي يا مشاهد يا مشاهد يا من نسمع، والله القرآن أحلى حياة تقضيها معه. بل الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة، واللي يعرف الآية بعطيه جائزة، ليلة كاملة بآية واحدة تلذذ بها. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين آمين، ثم وصل عند الآية يقول ما زال يكررها. يقول ابن القيم في زاد المعاد ابن الجوزية يقول فكررها حتى أصبح. وش الآية؟ لا ما نبي كنت مطوع، نبي واحد ثاني. يا أختي رفعتي بنية صغيرة لابس أحمر أنت. أيوة اللي لابس أحمر. ما شاء الله صح. أيوة جزاك الله، أعطوها جائزة. أبشر. آخر جائزة. موديل آخر فستان. جائزة. شوفوا لها من الوكالة، فساتين الوكالة صفقوا لها، شوفوا لها فستان ماركة. جزاكم الله خير. الكل راح ياخذ جوائز يا جماعة. اللي قال عنه الشيخ أبو عبد العزيز راح نعطيه إن شاء الله. أنا أعطيها سبحتي جائزة، هذه سبحة غالية والله، أعطاني أحد المسؤولين في الإمارات هدية. خذ يا شيخ، أعطاها البنت إن شاء الله. كان الحين وين واحد من الشباب؟ نوصلها بعد شوي بالفاصل. هذه سبحة غالية ثمينة لكن تستاهلها بنيتي. خذي يا بنيتي بيعيها على أبوكي، تراها غالية مرمر، تستاهل والله البنت الصراحة. الله يصلحها، قول آمين. آمين يا أنا والله أحب الصغيرين ذول، الصغيرين عندهم فطرة وبراءة جدا مرة. واحد اليوم ما شاء الله الشيخ خالد وش اسمه إمام مسجد حي إيش اللي صلينا فيه المغرب؟ ها؟ حي الفحيلة الرميثية. فقاعد في المسجد، فالإمام إمام مسجد يقول قلت الولد الصغير بالروضة 4 سنين عمره أو 5 سنين، يقول قلت له يا ولدي اقعد أنت في المكتبة أنا أروح أصلي في الجماعة وجهي. يقول الولد الصغير تغير وجهه، قال ليه يا بابا أنا ماني مسلم؟ إي والله شوفوا، فالصغيرين ذولا نعتني بهم، لا سيما المدرسين والمدرسات الذين بين ظهورنا نرفق بهم ونداعبهم ونلاعبهم. والله أنا أفرح إذا بكرة أنا بدخل مدرسة ابتدائية وعدوني قلت يا شيخ نبيل ما عندي مانع، بس على شرط يقعدون الطلاب الصغار. دخلت مدرسة وقدامي ولد صغير يمكن 6 واللي جنبه 7 إلى 5 ابتدائي، فقلت أنت يا ولد بعطيك جائزة، أنت كم عمرك؟ قال عمري 10. قلت قبل 10 سنين وين كنت؟ قال ما أدري. قلت لا لازم تدري. قال لي كنت بطن أمي. قلت صح ما شاء الله عليك. طيب قبل 10 سنين و9 شهور وين كنت؟ قال ما أدري. قلت لا أنا بقول لك الآية وتعرف. قلت قال الله تعالى يخرج من بين الصلب والثرائب، وين كنت؟ قال لي كنت بظهر أبوي. قلت صح. طيب قبل لا تكون بظهر أبوك وين كنت؟ قال بظهر جدي. فالصغار ذولا براءة. أحلى حياة مع القرآن مع كتاب الله، أن تستمع لآية قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن إيش فاستمعوا له وش بعد وأنصتوا لعلكم ترحمون. كلام الله يرحم ابن القيم كلام نفيس. يقول الأول رحمة تنزل عليك أن يشرح الله صدرك، أول رحمة. ليش أنا أسمع الآن يقرأ الشيخ العجمي، الشيخ السديش، الشيخ الشريمة، الشيخ والله أني فتحت التلفزيون مرة دمعة عيني، الله يجعل بفردوس الأعلى، قولوا أمين. قراءة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد عام 1962 في سوريا في صلاة التراويح، كان يصليهم التراويح يقرأ سورة يوسف. أسمع طيب سمعت قال لعلكم ترحمون. أول رحمة يقول ابن القيم أن الله يشرح صدرك له سبحانه وتعالى، ما يجيك ذاك الصدر مثل الشباب. شوفوهم شبابكم شبابنا، وش يقولون عندكم الشاب الزهقان ذا؟ وش يقول؟ زهقان. اقرأ يا أخوي ترجم الله. زهقان أقول زهقان تقول زهقان يعني الشيء يقول يا فكري يا معواد فكري بطل شبدي. هذه وش يسمون هذه؟ يا معود بطن شبدي. يا معود بطن كذا. احنا قلت روقني على قول السودانيين يا زور روق المنقى الله يزور. بالحقيقة ما زلنا ننتظر شيخنا الدكتور محمد، لكن الشيخ زوخير يقول لعله شها سمي ولدي. صح. ايه يقول اليوم شفت شاب ما شاء الله شغل القرآن. صحيح. إذا شفت واحد عند الإشارة، شوف إذا شفت واحد عند الإشارة مشغل أغاني ايش تقول له؟ بدل الله يهديك. انتبهوا شفت واحد مشغل أغاني لو تعبس بوجهك. يشوف الشيخ خمسة اللي ما عجبني أخوي مشاري أنت اللي جبتني العنزي وينه؟ اللي جاب المطار. مشاري. لا يا أخوي الدفاع المدني. زين اللي جابني وقفت عند جاب شغل أغاني فطوالي قلت كذا. والله يا إخواني يوم ولعت الإشارة سبحان الله الابتسامة ذي والسلام هو عرف. يوم جاء ماشي خوي يقول قلت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. اللي يريد الحياة أحلى حياة
إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أحلى حياة عاشوا فيها الصالحين، لنتعرف على هؤلاء الصالحين كيف عاشوا أحلى حياة مع أبو عمار شيخنا محمود المصري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة كالعادة لا أجد كلاما بعد كلام أخوي حبيبي الشيخ سليمان، ربنا يفتح عليه ويشرح صدره ويجعل كل هذا في ميزان حسنات أخي وحبيبي الشيخ نبيل العوضي، ربنا يحفظه ويبارك قدره يا رب العالمين. الحقيقة يعني كلام أخي الشيخ سليمان عن القرآن ولذة القرآن، وهتعرض أيضا للحديث الذي قرأه أخي حبيب ربنا يحفظه ويبارك فيه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والحديث رواه مسلم. مسألة الرضا بالقضاء والقدر دي من أعظم الأشياء أو من أجل الأشياء اللي بتجعل الإنسان فعلا عايش أحلى حياة، إن الإنسان يكون راضي عن ربنا. الحسن رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام وجد شاب واقف بيصلي بيقول: اللهم ارضى عني. فقال له: لو رضيت أنت عن الله لرضي الله عنك. قال: أنا أرضى عن الله؟ كيف أرضى عن الله؟ قال: إذا سررت بالنقمة سرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عز وجل عنك. إن ترفع شعار كل ما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. سبحان الله، الرضا بالقضاء والقدر خلي الإنسان عايش أحلى حياة وأجمل حياة. سألوا واحد شيخ سليمان بيسألوه: إيه الفرق بين القضاء والقدر والمصيبة؟ القضاء والقدر والمصيبة. فقال حب يبسط لتاني الصورة، قال له: الفرق بين القضاء والقدر والمصيبة إن لو ربنا قدر مثلا إن حماتك ماشية في شارع وجنبها بلاعة مفتوحة، فلو ربنا قدر إنها تقع فيه يبقى ده اسمه إيه؟ قدر. ولو وقعت يبقى قضاء. قال له: طب والمصيبة؟ قال له: المصيبة لو طلعت. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. إن القضاء والقدر من أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إن الإنسان لما يعلم حتى لو كان في قمة الفقر، يعلم إن بعد الفقر ده فيه غنى، وغنى دائم هيعيش فيه خالدا مخلدا. يكفى أن تعلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم، وأذكر الحديث باختصار شديد جدا، أن النبي ذكر أن أدنى أهل الجنة من له قد إيه ملك. كم ملك من ملوك الدنيا يا جماعة؟ 50 ملك. لأن المولى عز وجل يقول له: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد: رضيت يا رب. يعني ملك ملك ده حاجة يعني عظيمة جدا. فقال: لك ذلك ومثله 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 في المرة الخامسة. قال: رضيت يا رب، ده كفاية قوي يعني. فقال جل وعلا: لك ذلك الخمسة دولت وعشرة أمثاله. يبقى كام؟ 50 ملك ملك من ملوك الدنيا. لا، اللي أعظم من ده كله قال: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. ممكن تشتهي نفسه قد ملك 50 ملك 1000 مرة فيعطى بفضل الله. في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا أن المولى عز وجل يقول لأدنى أهل الجنة: لك الدنيا وعشرة أمثالهم. ويقول جل وعلا كما عند مسلم أيضا لآخر واحد يدخل الجنة، يقول له: أترضى أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. يبقى لو كنت فقير فأنت تنتظر الغنى الكامل الدائم. ولذلك أخوي وحبيبي، يوم ما تيجي داخل الجنة 4 مشاكل من أعظم المشاكل التي يعاني منها كل البشر تقريبا تتحل مش جوه الجنة وانت لسه داخل باب الجنة. حديث رواه مسلم أن الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينادي مناد يا أهل الجنة. شوف النداء الجميل: يا أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم منها، قولوا آمين. يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. طب ليه صدر في أول الحديث إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا؟ لسبب، لأن أكثر شيء بيعكر صفو أي إنسان غني حاجتين: إما إنه يفتقر فالمال يتركه،
وإما أن هو يموت فيترك المال. فأراد النبي أن يطمئن قلب هذا الإنسان، بيقول له ما تخافش، المتع اللي هتسمع عنها بعد كده كلها لن تحرم منها، لأنك ستعيش خالدا مخلدا فيها أبدا. فقال إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا. والحقيقة الجزئية دي تحل مشاكل النساء بالذات. ليه؟ المرأة بطبعها شيخ سليمان تحبش حد يعرف سنها، والبلد كده تحبش تكبر في السن. تسأل الأخت عندك كام سنة؟ تقول لك عندي 20 سنة. حلو كده؟ بعد 20 سنة عندك كام سنة أخت؟ تقول لك عندي 21 وماشية في 19. خد بالك يعني ما تحبش تكبر أبدا. فالمشكلة بقى تتحل إن كل أهل الجنة يحشرون في الجنة على سن سيدنا عيسى عليه السلام حينما رفع إلى السماء، سن 33 سنة. الكل سن واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. أذكر أن رجل ملياردير، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، أصيب بشلل رباعي. شلل رباعي لا يتحرك منه أصبع واحد. والله يا شيخ نبيل عرض عليه، قالوا له تدفع كام وترجع تتحرك وتمشي زي أي إنسان عايش في الدنيا؟ ادفع كام يا شباب؟ ها؟ كل ماله، صح كده؟ كل فلوسه. قال خدوا كل ما أملك، خدوا المليارات اللي عندي كلها وارجع أعيش وامشي زي أي إنسان. فبقول لأي إنسان حتى لو كان فقير، سبحان الله، نعمة كبيرة إن ربنا خلقك مسلما موحدا من أهل السنة والجماعة. نعمة كبيرة جدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ولو قال نعمي لصدق، لكن قال إيه؟ وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا سبحان الله. شوف تخيل مثلا واحد زي عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم، ده أسلم وعنده كم سنة يا شباب؟ عدى 60 سنة. عدى 60 سنة وبعدين أسلم. هو ابنه أسلم اللي هو معاذ بن عمرو بن الجموح، وده كان من الاثنين اللي اشتركوا في قتل إيه؟ أبي جهل. المهم ابنه أسلم بدري، وكان معاه طبعا شباب الحي منهم معاذ بن جبل وشباب تانيين. فقالوا طب عايزين نحتال حيلة كده جميلة عشان هذا الأب يسلم. جميل قوي قوي إن الشاب يحتال حيلة جميلة عشان الأب يلتزم أو الأم تلتزم أو الأسرة تلتزم أو حبايبه يلتزموا، زي ما أهل الباطل بيتفننوا يا جماعة في إيجاد طريقة لإضلال الناس. إحنا لابد إن إحنا نتفنن في إيجاد وسيلة لهداية البشر. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ربيع بن عامر لما سأله رستم من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال نحن قوم. دي وظيفتنا بقى. ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الله أكبر. فعمرو بن الجموح لسه ما زال، هو كان أعرج شديد العرج، فكان هو كان انت عارف كان في أصنام كتير حوالين الكعبة، بس هو كان معجب قوي بصنم اسمه مناه. طب مناه ده صنم كبير جدا محطوط عند الكعبة، هو ما يقدرش يروح كل يوم المشوار ده، الشيخ سليمان بعيد عليه رجل أعرج، فيعمل إيه؟ راح مكلف واحد عمل له ميني مناه، حاجة ماكيت كده، خد بالك، قال لك اهو إله على ما تفرج، عقبال ما ربنا ييسر كده او فاهم ازاي، عقبال ما نقدر نروح الكعبة يعني. المهم حط الصنم في بيته بقى يسجد له ويركع له ويستقسم بالأزلام ويستشير ومش عارف في زواجه وتجارته. ففي يوم من الأيام حطت الصنم جنب السرير وقام من النوم ما لقاش الصنم. ايه اللي حصل؟ الشباب بقى وعلى راسهم ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح سرقوا الصنم وراحوا رامينه فين؟ في بئر يرمي فيه الناس النجاسات. ربنا يعافينا ويعافيكم. رموا كده من راسه كده بئر النجاسات وسابوه. قام الصبحيه عمرو بن الجموح يدور على الاله بتاعه، ما فيش اله. يدور يمين شمال، قعد يلف المدينه كلها لحد ما ايه في الاخر لقاهم ايه في مكه كلها، لقاهم ايه رامينه في المكان ده. فراح واخده معطره ومظبطه وحاطط له 3 خمسات ومش عارف ايه، وراح واخده البيت وراح قال ايه والله لو اعلم من فعل بك هذا لاخزينه، ده انا والله لو اعرف اللي عمل كده اوريه. تاني يوم سرقوا منه برضه ايه الصنع، عرف السكه بقى خلاص بقى المشوار اليوم يعني، واخد بالك. المهم راح برضه جابه من نفس المكان. في اليوم الثالث ربنا يعني سبحانه وتعالى القى في قلب هذا الرجل يعمل حاجه كانت سبب هدايته. راح حاطط السيف في رقبه ايه الصنم. قال لئن كنت الها حقا فادفع عن نفسك. اله تيواري حضرتك ولا ايه؟ ما تدافع عن نفسك يا عم، واخد بالك. حط له السيف وسابه. قام الصبحيه كالعاده ما لقاش الصنم، راح دور عليه لقاه في نفس المكان. والشباب عملوا ايه يا جماعه؟ شالوا السيف وخدوه وعزكم الله حطوا مكانه كلب ميت. فراح شاف المنظر فتأثر وقال رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب.
فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب. برئت من الأصنام في الأرض كلها، وآمنت بالله الذي هو غالب. شوف قد ايه؟ سبحان الله. سجد في محراب التوحيد، سجد في محراب التوحيد. الحقيقة ده بيذكرنا يعني بقضية برضه ايه، قضية ان انت تتفنن في هداية البشر، ان انت تشوف اي طريقة. يعني اذكر ان بعض الشباب عندنا في مصر كان ليهم جار ما بيصليش، قالوا نبتكر طريقة عشان يصلي، لازم يصلي. طلعوا الاثنين قالوا طب نخبط عليه، بس واحد ورا الثاني. طلع الاول خبط عليه السلام عليكم، فالثاني بقى ضارب ال 111، لا 1111، كان مكشر قوي، واخد بالك؟ قال له عايز ايه؟ قال له ابدا انا ادعوك الى جنة الدنيا. فبصق الرجل في وجهه، ظن انه يعني بيستهزئ بيه. فالراجل الشاب حط ايده على مكان العمله اللي عملها دي، وقال الحمد لله اني ابتليت من اجلك يا رب، الحمد لله ان دي عشانك يا رب. فالراجل كسف، يعني يا ابني انت فرحان ان انا عملت كده؟ قال له فرحان طبعا، ولو عايز الخد التاني في انتظارك تحت ما دام لله خلاص. فقال له طب مع السلامه. فنزل، فصاحبه نزل لقى ماسك المكان كده، فيقول له في ايه؟ قال له لا ابدا، ده ختم النسر، اطلع خد نصيبك. فطلع خبط عليه، عايز ايه؟ قال له ادعوك الى جنة الدنيا. قال له حكايتكم يا ابني انتوا مجانين؟ قال لا ابدا والله، احنا بنحبك في الله، ونفسنا ربنا يكرمنا ويكرمك ويجمعنا مع بعض في الفردوس الاعلى. طب يا سيدي انتوا عايزين ايه؟ عايزينك تصلي. قعد يكلم، قال له طب هات صاحبك نصالحه عشان ما يزعلش. خده وكلمه باللين والموعظه والحسنه والاسلوب الطيب وقال له مش زعلان. قال له والله ما زعلان منك ابدا يا اخي، ده انت حبيبي. بيقسم بالله ان هذا الرجل بعد كده هو الذي يوقظهم لصلاه الفجر. خدت بالك؟ الدعوه الجميله الرحيمه اللي اتكلمنا عنها الشيخ سليمان، ربنا يحفظه ويبارك فيه. يا جماعه سبحان الله، القران له اثر عظيم، والبسمه الرحيمه وتوصيل الدعوه بالطريقه الجميله لها اثر عظيم جدا. اذكر ان لما كنت في امريكا اخر مره ساعه احداث وقع البرجين بتوع امريكا يا شيخ سليمان، الحمد لله كنت وش الخير وقدم السعد، الله اكبر، الحمد لله رب العالمين. يعني احنا رحنا، كانت اخر زياره كانت هي الزياره، اللهم بارك. يعني كان يومها كان معايا اخ من كليه دار العلوم اسمه الدكتور عبد الرحمن، فبيقول لي عايزين نشوف البرجين دولت شكلهم ايه. قلت له والله بص، احسن وقت نروح نشوف البرجين دولت بعد صلاه الفجر، قبل ما النساء الامريكات يخرجوا. انت عارف اللي بتبقى لابسه جيبه واللي لابسه استريتش واللي لسه تلبس، فاحنا نخرج ايه في وقت يكون كويس يعني. فالمهم رحنا بعد صلاه الفجر مباشره، وكان احنا كنا في جزيره كوينز وهم في منهاتن، فكان بيننا وبينهم كده 3 4 شوارع، وبيننا وبين بعض البحر يعني. وقفنا قعدنا نتفرج على البرجين، حاجه طبعا فظيعه يعني. قعدنا نتفرج، خلصنا فرجه الساعه 7، روحنا البيت نمنا 9:15 كانوا الاثنين على الارض، اللهم بارك يعني. فلقيت واحد بيتصل بينا بالتليفون، في انتوا فين؟ واحنا في البيت في ايه؟ قال ابدا ده البرجين بقى على الارض. قلت له بركاتك يا دكتور عبد الرحمن، ربنا ما يحرمناش من حضرتك والله. قال لي ما انا وانت، ما كل واحد بص على برج. يعني الشاهد في الموضوع ان بعدها تعرضنا لبعض المضايقات، فيقدر ربنا سبحانه وتعالى ان الرئيس بوش، خد بالك، طلع دخل في المركز الاسلامي في واشنطن وقرأ آية مترجمة من كتاب الله. من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. والله العظيم يا اخوة، هذه الآية اثرت في جماهير الشعب الامريكي بشكل لا يخطر على قلب بشر، لدرجة ان هم مش مصدقين ان في آية بالمنظر ده بتقول الكلام ده في كتاب الله عز وجل. تخيل احنا قعدنا بعدها 27 يوم، لك ان تتخيل في 27 يوم عدد الذين اسلموا في امريكا قد ايه؟ ما لا يقل عن 23,000 امريكي. تخيل حاجة زي كده، مين يتخيل؟ ومن المحن تأتي المنح، كما قال اخي العزيز الشيخ سليمان، وقال قول الله عز وجل لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بعض الشباب كانوا خارجين لدعوة في امريكا، وكان في اليوم دوت في شاب امريكي كان حاصل على اعلى درجة ماجستير في تخصص نادر جدا جدا في امريكا، وهو اصغر شاب يحصل على هذا التخصص، وبيحتفلوا بيه وبيدوا له بقى شهادات التقدير والمبالغ المادية والجوائز في وسط ما هو بيتوج وبيكرم سابهم وخرج وهو مكتئب، وراح طلع على اعلى برج او اعلى كوبري في نيويورك عشان ينتحر. طالع ينتحر بنسبة انتحار الشيخ سليمان، فهو لسه طالع وخلاص وقف على السور وهيرمي نفسه عشان ينتحر. فجأة الشباب دول خارجين، قالوا يلا بسم الله نخرج كده، ربنا يبارك في خطواتنا يا رب العالمين. خارجين لقوا الباشا ايه؟ بيتمشى على السور. قالوا ما هو ما اعتقدوش انه بينتحر، قالوا يمكن بيتمشى بيلعب رياضة اي حاجة. فراحوا ناديله يا فلان،
يعني مش باسمه طبعا، يا فلان. فبص كده لحظة بس، 1 minute، جه قعدوا يتكلموا معاه ويدردشوا معاه وطبطبوا عليه وعطروه واخدوه في حضنهم فانشرح صدره. تيجي معانا ندردش شويه، تعالوا. راحوا مع المركز الاسلامي، قعدوا يتكلموا معاه، ما فيش 10 دقائق كان اسلم هذا الشاب. قال لهم انتوا عارفين قبل 10 دقائق بالظبط انا كنت ناوي اعمل ايه؟ قال لهم كنت بنتحر. ليه؟ انت انسان فاشل؟ قال لهم ده انا ناجح جدا، ده انا اعتبر من انجح الشباب الامريكي، لكن ليه؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. هي دي المساله. فالايمان بالقضاء والقدر كما قال اخي الحبيب وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير. فلو كنت فقير بتنتظر الغنى الكامل، لو كنت مريض فانت تنتظر الشفاء، وتعلم ان ربنا سبحانه وتعالى ارحم بك من رحمه الام بطفلها الرضيع. خدت بالك؟ المرض ربنا قدره لك، خلاص الحمد لله رب العالمين، ربنا بيرفع لك بيه درجاتك، بيغفر لك بيه سيئاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يهدي لكم حديثا من اعجب ما سمعت، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الحاكم وابن حبان باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله. ربنا كتب لك ان انت من اهل الفردوس، اعمالك مش موصلاك، فلا يزال الله يبتليه. طب ممكن يعترض لك لا، ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه اياه. الله اكبر، ايه الجمال ده! وده بيذكرني بقى بالطبيب المتفائل. عارف الطبيب المتفائل يا شيخ سليمان؟ الطبيب المتفائل، كان في طبيب متفائل، فكان لما حد يخش له يكون مريض ما يحبش حد يقول له انا مريض. فدخل عليه واحد ومعاه ابن عمه مريض، فالسلام عليكم يا دكتور. قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قال له معايا ابن عمي مريض. قال له لو سمحت انا راجل متفائل ما احبش اسمع كلمه مريض، قول معايا ابن عمي اظن انه مريض. قال له طيب معايا ابن عمي اظن انه مريض. فدخل عليه ابن عمه، الدكتور كشف عليه، قال له انت اللي اظن انك مريض؟ قال له ايوه يا دكتور. كشف عليه وكتب له علاج، خلص عليه. شاب مات خلال يومين، فراح ابن عمه عشان يقول له الدكتور، فدخل عليه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا، يا ترى ايه اخبار ابن عمك اللي اظن انه مريض؟ قال له الحمد لله اظن انه مات. عشان كده عمل اظنه. المهم خدت بالك؟ فسبحان الله، فالانسان حينما يصاب بمرض عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى، عنده حسن ظن في الله انه سيشفى، وان لم يشفى هذا الانسان فان شاء الله هو ماجور عند الله سبحانه وتعالى. لو مات احبابك، انا بقي لي دقيقه واحده، الله فضل خلصنا الوقت خلاص، بقي لي دقيقه واحده مش طول عن كده. لو مات احبابك فانت تعلم انهم ينتظرونك عند ابواب الجنه الثمانيه باذن الله سبحانه وتعالى، وانه يبنى لك بيت الحمد اذا احتسبت احبابك، وان المولى عز وجل قال من اخذ الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله صفيه اي حبيبه من اهل الدنيا لم يكن له جزاء عند الله الا الجنه. لو لم تتزوج وسعيت وحاولت وربنا بقدر ان انت لم تتزوج، ان شاء الله ربنا يقدر لك ان شاء الله فيما بعد في جنه الرحمن سبحانه وتعالى ان تتزوج من الحور العين على الاقل، يعني ان انت تضمن هناك ان انت مش هتتخلع. انت عارف في الدنيا اللي يعني الزوج ممكن يعني ربنا يعافينا فيك يا رب. شاهد في الموضوع ان الانسان يرضى ويسلم بقضاء الله وقدره، وهذا من اعظم اسباب السعاده في الدنيا وفي الاخره. واترك المجال لاخي الحبيب، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا اتوقع يعني ابو عبد العزيز شيخنا سليمان اكد اكثر من مره انه يطلب الدكتور محمد الثويني انه يشاركنا، وانتم ايضا تنتظرون الدكتور محمد الثويني. الدكتور محمد الثويني يعني انا ودي اعرف فيه، لكن اغلبكم يعرف الدكتور محمد الثويني. احنا راح نتابع ايضا امسيتنا هذه مع الدكتور محمد الثويني، لكن بعد الفاصل باذن الله. فاصل اعزائنا المشاهدين، ونرجع باذن الله الى ليالي فبراير وندوه. فليتفضل الدكتور محمد الثويني. شوفوا ورا التفتوا ورا يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلموا عليه. الله يجزاك. انا حاب ابدا بثلاث كلمات شكر في البدايه. جزاك الله خير. اوه انت هني؟ اي انا قالوا لي انك قاعد تسال والله، وظليت تسال، تعبت وناس والله، وحاولت تطلعني من مكاني بس ما قدرت. وين كنت؟ انا بغير مكاني. طيب اول شيء خلوني ابدي ثلاث كلمات شكر قبل ما انزل عندكم. اول كلمه شكر هي لله عز وجل ان جعل مثل هذه البرامج تكون وليده في هذا البلد المعطاء، فاشكر الله سبحانه وتعالى
على هذه النعمة المتكررة منذ عدة سنوات. كلمة الشكر الثانية هي لمن أعد هذا اللقاء، ابتداء بقناة الوطن الكريمة وكذلك مشروع درر والشيخ نبيل ومن معه من كوكبة طيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم وكل من عمل ليقيم هذا النشاط. أما كلمة الشكر الثالثة فهي كلمة خاصة وشكر خاص موثوق وعريض وواسع وطويل، وأتمنى من الشيخ سليمان والشيخ محمود يكررون هذا الدعاء للأحباب الحضور اللي هم الحقيقة كنز هذا البرنامج. جزاهم الله خير. جزاك الله خير. أنا أعرف سوالف الشيخ سليمان، يحب الهدايا ويوزع هدايا، صار له عنده 1000 ريال مدري 10,000 10 سنين ما وزعهم لحد الآن من أسئلته العسرة. لكن مع هذا راح أبدأ أنا بهديتي، عشان ما أنا ألها ويا الناس، وهذا هديتك الشيخ ونفس الهدية حق الشيخ محمود. وخلوني أستسمح مشايخي معاكم يا أحباب. أنا عرفنا الوقت متأخر، مثل هذه اللقاءات لها برنامج خاص، مثل هذه اللقاءات لها كذلك جمهور خاص أمثالكم أحبابنا حضورنا في هذا المكان المبارك، وكذلك من يتابعنا عبر هذه الشاشات في العالم المحيط. أحلى يوم في حياتك كان هو العنوان اللي اخترت أن أتحدث فيه اليوم. من أصعب المواقف اللي يواجهها أمثالنا عندما يتعدد المتحدثون من مشايخ، من دعاة، من علماء، من استشاريين، من اختصاصيين، تتكرر بعض الكلمات، فكل منا يحاول أن يغير ما استطاع ويأتي بإبداعه. فأنا حبيت أبدأ بثويني، وكلكم شفتوه قبل شوي، اللي أوصل رسالة على شكل من أشكال بذل الوقت عند الشباب يات الكوابيس والأحلام. فهو يقول متى أتخلص من الكوابيس والأحلام؟ فأنا أقول لكل شاب يعاني مثل هذه المعاناة جاء برنامج أحلى حياة ليخلص الشباب من مثل هذه المشكلات. 4 كلمات، اللي منكم يذكر 4 كلمات كانت الحل في الكابوس اللي اسمه ثويني وبصوت محمد ثويني، لما جاء قال له أحلى يوم في حياتك يوم تعرف ربك، وما قصروا المشايخ، وأحلى يوم في حياتك يوم تعتز بحبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأحلى يوم في حياتك يوم تستثمر ذاتك، وأحلى يوم في حياتك يوم تعمر وطنك. 4 كلمات مهمة جدا لكل إنسان كان صغير أو كبير، يجب أن يجعلها نصب عينيه حتى يصل. المعرفة، حق المعرفة بالله سبحانه وتعالى قطعا هي الأنس، هي الفرح، هي السرور، هو الخير الذي يستمد منه الإنسان، النور الذي سيسعى به إن شاء الله يوم القيامة حتى يكون من أهل الجنة. قولوا آمين جميعكم. آمين. ومن يعز عليكم. آمين. ومشايخنا، وقد أسهب المشايخ في هذا الموضوع وعطوا عليه كثير من الأمور فلا أزيد. وأما الاعتزاز بحب النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقد هذه قضية شخصية، كل منا يعرف قدره ويعرف كذلك ماذا قدم له صلى الله عليه وسلم. فأنا أعتقد كلما أحيينا من سنته شيء فقد زدنا حبا له وزاد حبا لنا، وكلما علمنا هذا الذي أحييناه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان كلمة اسمها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كلمة بسيطة عندنا يمكن هوى يطلع من ابن آدم، ولكنه دلالة الذي، وهذه بشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دلالة على حبك للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذه دلالة كذلك على قربك من الجنة. ألا أدلكم؟ قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ هذا منهج النبي عليه الصلاة والسلام. كلكم عارفين شنو قال؟ أفشوا السلام بينكم، ما في حدود ولا في قيد، لا صغير ولا كبير، تمر وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على الغلمان سلم عليهم، هو الذي يبادئ السلام. حنا عندنا بعض الناس الحين يمر يطالعك من تحت لفوق، تالي يصد ويمشي. الله يسامحك، ما عجبك شكلي، ما عجبك صوتي، حاولت تتعرف علي وما عرفتني، شو المشكلة اللي صايرة؟ خلينا أقول لكم، عندنا مجموعة من الشباب، أكو أيام
جميلة في حياتنا. لو أحد منكم سألني دكتور ثويني شنو أحلى يوم في حياتك؟ اليوم هو أحلى يوم في حياتي، لأن أمس كان أحلى يوم في حياتي، أول أمس كان أحلى يوم في حياتي. أنا ما عندي إلا الليلة، أنا ما أملك غيرها أصلا، أنا ماني ضامن أمشي دقيقة عقب هالدقيقة، فهذه اللحظة هي أحلى لحظة في حياتي. كلما عاش الإنسان مع آخر لحظة هي أسعد لحظة، هي أفرح لحظة، هي أجمل لحظة في حياتي، لأنني مع الله عز وجل، ولأنني أحاول أن أكون مقتديا متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. حتى نقوى على هذا جئنا في مثل هذه اللقاءات نتعلم. فقال أحدهم: يا ابن آدم أيامك 5. موعظة وتخطيط وترتيب لحياة الإنسان ب5 كلمات. يا ابن آدم أيامك 5: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم مورود، ويوم موعود، ويخوف هاليوم بعض الناس مو كل الناس، ويوم ممدود. طبعا أصحاب اللغة يفهمون، ما بحاجة بتفسير، لكن اللي مثلي وبعضنا يحتاج إلى تفسير. أما اليوم المفقود فالأيام التي مضت، عمرك اللي قضيته 15 20 30 40 60 100 120 سنة اللي قضت انتهت، فقدت بحسناتها وسيئاتها، انتهت، إلا العظة منها. ويوم مشهود، يشهد الله سبحانه وتعالى، شاهد علي هذا اليوم، والملائكة تشهد علي، وكل يراني يشهد علي. هذا اللي احنا فيه اليوم، هذا الذي نملكه. ويوم مورود، هو اليوم اللي جاي، هو التخطيط، هو باكر وعقب باكر اللي الله سبحانه وتعالى ما يحاسبني عليه، لا يعطيني ولا يأخذ مني لأنني لم أعمل. واليوم الموعود هي لحظة الوفاة وما يليها من حياة البرزخ. هذا يوم موعود، موعود، كل منا موعود بلحظة يتمنى أن يختم عليها حياته، وراح أقول لكم على هذه سالفة وأنتم راح تشاركوني فيها بعد شوي. فإذا اليوم الموعود هي لحظة كل إنسان سيمر بها، وباختيارك أن تكون من أهل السعادة، وباختيارك أن تكون من أهل الشقاء. هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، ملكنا العقل وأعطانا الحرية، ولدنا أحرار لنختار، لنحدد ماذا نريد. كل منا يملك مثل هذا القرار، وكلكم تعرفون قصص كثيرة، ويمكن مشايخنا قالوا اللي مات على المخدرات، واللي مات على غير ذلك، واللي مات وهو يسرق أو يعطي وكذا، ومنهم من مات على سجادته ساجدا لله عز وجل، ومنهم من مات راكعا لله عز وجل، ومنهم من مات على كتاب القرآن وهو يقرأ القرآن، ومنهم من مات وهكذا شهيدا في معركة. وهكذا لحظات يختارها الإنسان. هل ممكن أنا أحدد شلون تكون حياتي الأخروية؟ نعم ممكن، لأن الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا اليوم الموعود هي هذه اللحظة التي يجب أن نرتب لها الحياة من الآن، أن لم نكن قد بدأنا. وثويني قبل شوي في الكرتون لما كانت حياته مبنية على الأغاني وعلى الموسيقى وعلى ضياع الوقت، أنا لا أتهم ولا مع ولا ضد، هذا حوار آخر، لكن هذه كانت حياته، كسرها. ليه متى؟ ليه متى وأنا أظل أعيش حياة ترفيه بترفيه؟ أنا ما أقول حلال وحرام، أنا أقول ترفيه بترفيه بإضاعة وقت. ماذا بعد الوصلة؟ لا شيء، والله استانست، مبروك، بعدين ماكو شيء. فضاقت نفسه ثويني وراح نام، جات الكوابيس، لأنه لم يختم ليله ونهاره بركعة الوتر، ما ختم يومه بالأذكار اللي قالوا عنها المشايخ، ما ختم يومه بآية الكرسي اللي قال عنها المشايخ، لم يفعل هدي النبي عليه الصلاة والسلام من نفث بعد أن يقرأ عليه السلام، ما سوى هذا الشيء. نام على آخر أغنية أو مسلسل أو فيلم أو قعدة أو طلعة أو روحة أو سوق. فلما نام جاءته اللي شافها شياطين النهار، جاءته في الليل فعملت الكابوس، وطب عليه ثويني في كابوسه ويقول له لا دير بالك، تقدر تغير حياتك. ولهذا نريد أيها الأحباب من هذا البرنامج أن نجعل يومنا أحلى يوم وحياتنا أحلى حياة. 5 أمور إذا انتبه لها الشاب، انتبه لها ولي الأمر، وعدلها في حياة الإنسان، بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون اليوم هو أحلى يوم. الكلمة الأولى اسمها عادي، الكلمة الثانية اسمها كل الناس، والكلمة الثالثة اسمها أنا أحسن من غيري، الكلمة الرابعة اسمها كيفي، يا ولد الناس ضريت نفسك كيفي، والكلمة الأخيرة اسمها ما أقدر. اليوم يجب أن نلغي هذه القوانين الفكرية الخاطئة من عقولنا. أنا بس بلعب وياكم لعبة، إيش رأيكم؟ أنا بقول قصة وأبيكم تشاركوني، عندكم استعداد؟ ممتاز.
القصة اسمها أبو عبد الله وأم عبد الله تزوجوا ويابوا ولد، يبون يسمونه أم عبد الله وأبو عبد الله. أبو عبد الله. الله يوفقكم. يخافون من العين ويخافون من الحسد ويخافون من الجن اللي قال عنه الشيخ يدش ويطلع بالآدمي، وأنا ما أدري عندي قناعة ثانية. فقالوا شو نسمي شيخ سليمان؟ لا ما نبي شيخ سليمان شايفينه وشبعانين منه. شيخ محمود لا ما نبي. شيخ يوسف لا ما نبي. شيخ نبيل ها نفكر لا هم الشيخ نبيل ما نبي. خلونا نسميه اسم الناس كلها ما تشتهي، سموه عادي. شو اسمه؟ أم عبد الله وأبو عبد الله تزوجوا ويابا ولد حلو جميل، وكل الناس تطالع تقول ذكي ويا حلو أحلى من أبوه وأمه، خافوا عليه فسموه عادي. عاش مع أبوين، طبعا بما أنه عادي فأم وأبوه ناس، شكلكم نايمين، أم وأبوه ناس، فاختاروا أنهم يعيشون حياة، فعاشوا سنة وسنتين وثلاث وكبر منه وعايش في بيت وعاشوا عيشة عادي. ودخل مدارس عادي. وتخرج من المدارس بطريقة عادي. فياب معدل عادي. دور له جامعة، يبي يدور له كلية، يبي له تخصص، لكن لأنه معدله عادي. فما حصل إلا كلية عادي. في جامعة عادي. وقعد مع ناس مثله، فقعد مع الناس العاديين وسجل المواد. المهم طافت ال4 سنين علشان بس ما يضيع الوقت، فتخرج بمعدل. دور وظيفة فوق تحت شركات، يبا بستثمر، أبي بيزات، أبي الفلوس تركض تحت ريولي، أبي أصير علم، أبي أصير شامخ، أبي أطلع بالتلفزيونات، يبا أبي الناس تشوفني إن شاء الله. يبا ليش تقدر أنت ذكي وحلو وجميل واسمك عادي. دور عيز ما لقى شيء يا شيخ سليمان، وتالي توظف في وظيفة عادي. فحصل راتب عادي. يمه عادي. أبي أتزوج. حياك الله. أقبل. كانت تقول لأمه عادي يمه أبي أتزوج. يمه أبي أتزوج، وأبيها طويلة، شعرها طويل، عادي. وأبي خشمها سيف. يمه أبيها أحلى البنات. يمه أبيها مهندسة. لا 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 ما أبيها مهندسة، أبيها طبيبة. لا يمه لا لا، أبي الحلوة الجميلة اللي اخترتيها لي أحسن بنات الدنيا، أبيها مدرسة، لأن معاشها وايد وإجازاتها وايد، فأبيها مدرسة. وهذا هو عادي. المهم الأم تطالع ولدها تقول تستاهل يا ولدي. كان يقول يمه مو بس أبيها جميلة وحلوة، مو بس أبي معاشها قوي، مو بس أبيها مدرسة، أبي أبوها وأمها عندهم بيزات، عندهم شاليهات، وعندهم طراريد يعني قوارب، وعندهم جتات سكي وهوا، وأبي عندها أخوان يحبون البر ويحبون البحر، أبي عندهم شوازن، أبي عندهم مسدسات، أبي عندهم طيارة خاصة. يمه زين وبعد شو اللي تبيه؟ أبي يمه آخذ أحلى بنت في العالم وأغنى أبوين، علشان لما أمشي كل الناس يقولون هذا عادي شفتوه يملك أحلى بنت ويملك أحلى طيارة ويملك أحلى باخرة وسفينة، وكل سنة يسافر أوروبا وأمريكا ويروح كل مكان ويعتمر كل أسبوع، ما عنده مشكلة طيارته الخاصة، يقوم الصبح يقول يبا دقها سلف خل نروح نعتمر ونرجع. قالت لأمه خلاص أبشر. قعدت أم عادي مع أبو عادي يفكرون. كان يقول عادي يمه لا 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 ما بيها حلوة، أخاف يغزلونها. الشعب هالأيام يمه وايد يطالعون، وين ما تروحين يطالعونك من تحت لفوق. أروح السوق يطالعوني من فوق لتحت، أروح أتمشى عند المسجد يطالعوني من فوق لتحت، أروح عند دواهم أخذها يطالعون من فوق. فأنا أغار عليها يمه وأخاف غلط، خليها عادية بس مو جيكرة، بس أبي جمالها عادي. تقول خلاص أبشر. تدرين يمه أخاف معاشها وايد وإجازاتها وايد، وباكر إذا صار عندها فلوس تي باكر تعايرني، فلوسي أكثر منك وتشتري لي بمزاجها، ما بي عندها فلوس. تدرين خليها مو موظفة أحسن تقعد عندي في البيت عشان لا تتعالى علي. خلاص أبشر ولا يهمك. يمه أخاف أقعد عند أبوها وأمها عندهم بيزات وأنا ما عندي، يعايروني يا الفقير يا الكحيان يا المحكوك. إيش حاجة جاية أنت؟ شوف لك عائلة على قياسك وقدك، أصلا أنت أصيل ولا بيسري أنت ولا شنو ولا تقليد. فيمه أحسن أبيها من عائلة ما عندهم بيزات مثلنا. خلاص ولا يهمك. في النهاية لما زوجوا وحده عادي. زوجوا وحده عادي. عادية يا شيخ، لأن هذه مؤنث.
عادية. صح عادية. فعادي تزوج في النهاية وحده عادية وعاش معها عيشة عادية ويابوا وايد يهال بس كلهم عادية، والله طول في أعمارهم وعاشوا عيشة كلهم عادية، وكذلك ماتوا موتة عادية. كم واحد فيكم من حضورنا أو متابعينا بوده يعيش ويموت بطريقة عادية؟ ولا واحد؟ لا رفعوا ايديهم يا دكتور، في بعض الناس رافعين ايديهم. أعتقد منهج عادي يجب أن يلغى من العقل. هذه قصة عادي يبي يأكل مثل ما الناس العاديين يأكلون، ونسى منهج النبي عليه الصلاة والسلام والأصابع الثلاثة والبطن اللي يملأ بقدر ما يحتاج. نسى هذه، نسى أن يقول بسم الله قبل الطعام، ونسى أن يقول بسم الله أول وآخر إذا نسى أن يقول أول الطعام، ونسى أن لا تطيش يده في الصحفة كما كان منهج النبي عليه الصلاة والسلام. نسى أن حتى اللقمة اللي يأكلها لها طريقة غير عادية، حتى شربة الماء لها طريقة غير عادية، حتى طلته ومشيته على الناس لها طريقة غير عادية، حتى قعدته ويا الناس لها طريقة غير عادية. أوتي شرابا صلى الله عليه وسلم هو جالس مع أصحابه فشرب منه تكريما لقدره، عز هذا عز الأمة كلها. وكان عن يمينه غلام وكان عن شماله أشياخ القوم. فالآن من يعطي المشايخ الكبار، مشايخي وعلمائي أعطيهم قبل ولا أعطي الشاب الصغير اللي جنبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام طريقته عمرها ما كانت إلا مميزة، فيستأذن الغلام قبل الأشياخ. درس في الخلق وفي الأدب لجميع الناس صغار وكبار. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ أنت يا وليد، أنت يا صغير، أنت يا طيب، أنت يا كريم، أنت يا مسلم، أنت يا حر، تقبل تأذن لي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن وإحنا نسيطر ونظلم ونلغي حياة الإنسان اللي أمامنا، أيا كنا موظفين، مدرسين، طلبة، طالبات، آباء، أمهات، بنين، بنات، قاعد نلغي الشخصية اللي أمامنا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حاشا له أن يكون مثل ذلك. أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ شوفوا عاد هذا الغلام الصغير الذي تربى في هذا المحضن النبوي، عزيز شريف كريم مؤدب خلوق، قال لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا أو سأعرك أحدا، أيا كانت الرواية. لا، فتله في يده أي وضعه في يد الغلام فشرب الغلام قبل الأشياخ كلهم. هذه هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أول مشكلة احنا نعاني منها في حياتنا التي تجعل أيامنا ما هي حلوة ولا هي جميلة ولا هي إلا كلمة عادي. اسمع يا ولدي، اسمع يا بنيتي، أختي، أخي، أبي، أمي، من هذه اللحظة يجب أن نتخذ قرارا أن لحظتي ما هي عادية، لحظتي مميزة، أنا غير. ندخل على الكلمة الثانية، كل الناس يسوون هذا الشيء. يا ولدي ليش تلبس هاللبس؟ كل الناس يلبسون هاللبس. يا بنتي ليش مطلعة شعرك؟ كل الناس مطلعين شعرهم. يا ولدي ليش تقول كذا؟ كل الناس يسوون هذا الشيء. طيب ممتاز، ما تريد تكون أنت غير الناس بالتميز؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. مكان خاص علي في الجنة لناس معينين لازم احنا نكون منهم. قال: النزاع من القبائل. ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: النزاع من القبائل. واحد يتميز عن كل عشيرته وقبيلته بإيمانه، بأخلاقه، بحبه لله عز وجل وبحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. هو غير، فالناس تأشر عليه، مو لأنه لابس لبس يفشل، لأنه غير. أخلاقه، سمته، كلامه، أدبه، حبه، تعامله مع الناس، مسامحته، مغفرته، تطويفته للكلمة. اثنين تذابحوا علشان خزة، والخزة نظرة شاخصة. كنت يوم من الأيام في مطعم وأنا جالس ويا أهلي ويا عيالي، ولا واحد ياكل على طاولة، واحد مار من بعيد وهو مع رفيجه، فلما مر، اسمحوا لي، مر يطالع 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 مثل ما أنا طالع المشايخ الشكل، تالي وقف له اللي قاعد هناك مثل الشيخ محمود، فقال: ليش تخز؟ ليش تطالع؟ فرد له الثاني: ما قاعد أطالع. قال: أنا أقول لك ليش تخز؟ قوم قوم، تعال تعال. فقام الشاب ويا عنده وأنا طالع، طبعا ذهبت نفسي خلاص مستعد اني اقوم افاصل بين الاثنين لانه هوشه في وسط السوق. ليش تخز وليش ما تخز؟ انا ما خزيت، لا انت ما خزيت، وطالعت وصارت بينهم، وتالي يلا يلا روح، يلا يلا روح. قلت افا على بالي بتصير.
فرجع هذا إلى مكانه ورجع هذا مكانه بسبب نظرة. أما القصة الثانية قتل فيها شاب عمره 17-18 سنة، طعن في قلبه ومات حاضر، لأن بس يا شيخ سليمان طالعه غزة، بس جريمته إنه طالعه. حتى القانون ما يعرف يكتبها، حتى القانون لا فرنسي ولا مصري ولا أوروبي ولا كويتي يعرف يكتبها. شلون يكتبها وشلون يصنفها؟ ليس لها تصنيف إلا أنها ظلم، ضيق الصدر وضيق الأفق، ولا عندنا استعداد نتعاون مع بعض حتى نعيش حياة حلوة. أحبابي، حياتنا الحلوة إنك لازم تكون غير الناس، لازم يا بنتي تكونين غير الناس. أنا غير، أنا بقعد الصبح قبل وقت الأذان مثل ما قال المشايخ، وأذكر الله سبحانه وتعالى، أصلي الوتر قبل الفجر. تعرفت على شاب يبلغ من العمر دون 18 في جلسة كريمة ليست كمثل هذه، قاعد من بعيد يطالعني وأنا أحس في العيال، صار لي معاهم 17 سنة فأعرف. خلصت الجلسة اختصارا، فيقول دكتور لو سمحت ممكن أقول لك كلمة؟ قلت له آمر. قال ناخذ شوي على جنب. قلت له تفضل. قال أنا محتاج أقعد وياك، أنا من اللي أنت قاعد تقول عنهم عن المنحرفين. قلت إن شاء الله نخلص جلستنا ونجلس مع بعض. قعدنا، قال خلني أقول لك قصتي. الولد عمره 18 سنة. يقول باختصار شديد حتى ما أطول عليكم، أنا أدري ما شاء الله صار لكم مدة طويلة قاعدين وتنتظرون، لكن تقديرا لكم أنا أختصر. فيقول كنت مع صحبة عيال عمي، أحلى صحبة، وأنا صغير ما طوفني فرض المسجد، كل فرائض المسجد في المسجد، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء في المسجد. بل أكثر من هذا، أصحو مع الأذان الأول من يوم عمري أقل من 12 سنة، وأصلي الوتر ثم أذهب إلى المسجد وأحفظ من القرآن الكريم كثير. ولم أقترف في حياتي كبيرة إلا مرة وأنا عمري 9 سنوات سرقت كتكات من البقالة. هذه أكبر جريمة سويتها في حياتي. كتكات صبعين كتكات. قلت له غير هذا؟ قال أبدا يا دكتور، لم أفعل مشكلة، بار بوالدي، أحبهم ويحبوني. قلت له ليش مناديني أنت أحسن مني؟ قال لا أصبر، أنت ما سمعت الباقي، أنت ما سمعت أنا الحين شنو. قلت له أنت الحين شنو؟ قال خمار، مخدرات، عاقل والدي، ما أصلي، راعي زنا، راعي اعتداء، راعي كل شيء في بالك. وقعد يبكي، قعد 3 ساعات، من أشد المواقف على حياتي. قلت له مستحيل أنت تكون كذي. يقول دكتور أنا أكلمك عن نفسي. قلت له شلون صار؟ شلون صار؟ شلون صاحب المسجد يصير في هذا الشيء؟ قال أنا سافرت، تغربت، فابتعدت عن جماعتي وعن ربعي وعن عزوتي وعن مسجدي وعن فريجي وعن أمي وعن أبوي، تحت بند سافر برا ابن 17 من عمرك، روح شوف الدنيا، روح تعلم، روح اقرأ، روح ادرس، روح تثقف. فصدقت فرحت، لكنني لم أستعد، عشت مثل الناس. قلت له شلون يا ولدي تعيش مثل الناس؟ قال ما اخترت، قعدت في شقة مع شباب مثلي حالي حالهم، أبي أدرس وياهم، خليجي مثلي. فيقول بعد يوم يومين لقيت واحد منهم بطل الثلاجة فطلع منها خمر، هو يشرب وأنا ما أشرب، والحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن يقول بعد يومين 3 أيام أسبوع أسبوعين قالوا منت ريال؟ قال أنا رجل. قال منت ريال؟ أنا رجل. منت ريال؟ إلا ما تدخن الزقارة. قال أنا مزيت الزقارة، يعني جربتها مرة علشان أثبت لهم رجولتي، يعني مو رجال قبل. فكشفوا عليه بالزقارة طلع ريال. دخن السيجارة. قال عقبها حطوا لي ما أعرف شنو فيها، قمت أشتهيها أبيها، حطوا لي فيها حشيشة. شفتوا ربع إبليس؟ حبة. حطوا له في السيجارة فتعلق فيها، ويات لحظة من اللحظات وهم شاربين كاسة الخمرة قالوا جرب شوية بس. مع نكهة الحشيشة ضاع العقل فشرب الخمرة، ترك الصلاة، عق والديه، وقع في الزنا، وظل يبكي بكاء شديد. قلت له ليش تقول لي أنت فاهم كل شيء؟ قال أبي أحد يساعدني أطلع من الأزمة اللي فيها. قلت ومن يحول بينك وبينه؟ قال يغفر لي. يقول يغفر لي على اللي سويته كله، شافوني الناس وأنا أسوي هالظلم. قلت يا ولدي يغفر لك، لأنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ادعوني أستجب لكم. أستجب لكم.
ردت البسملة وسوينا برنامج مدة 6 أشهر، وعاد هذا الإنسان إلى حياته مرة ثانية. عاد الله سبحانه وتعالى لما فهم الطريق. غير صحبتك، غير الناس اللي أنت معاهم، جرب ناس يدد، أهل المسجد. 6 شهور مشت حياتك، كمل دراستك. ما مشت حياتك، ارجع لديرتك، لأن سلامة دينك أهم من سلامة دنيتك، لأن الدنيا مرتبطة بالدين والآخرة مرتبطة بالدين. يمكن تحوشك بعض المصاعب، بعض المشاكل، ولكنك إن كنت مع الله سبحانه وتعالى التزمت. هذا الولد لما اختار يعيش، وين مشكلتنا؟ حاله حال الناس، بنات بنات، يلا طلعة طلعة، يلا نشرب، يلا أغاني، يلا فيلم. هذه النتيجة، تذبذب في إيمانه وفي طاعته وعبادته وفي أخلاقه إلى أن أصبح مع أسفل السافلين، ولكنه انتعش لأنه حفظ في نفسه القرآن. انتبهوا أمهاتنا آبائنا أبنائنا، لأن في نفسه من القرآن قدر الله سبحانه وتعالى له أكرمني ثم أكرمه بأن التقينا فكانت التوبة على أيدي. هذا مو اختيار. واحد ثاني اختار أن يكون من عامة الناس، وأنا قلت القصة وأنا أكررها مرة ثانية، إذا خلص وقتي يقول لي خلص وقتك. يقول الولد عقب ما التقيت معانا، بقول القصة بالعكس، أنا قلتها من قبل وأعيدها مرة ثانية بس عشان أوريكم شلون الله سبحانه وتعالى رحمته أوسع مما نتصور. يلي تتابعني ورا الشاشة صدقني هذه لحظتك الآن. أحلى حياة، وخلي يكون برنامج أحلى حياة، برنامج الوطن، برنامج الكويت، برنامج درر، هو نقلة الحياة بالنسبة لك. حنا نستاهل وأنت كذلك تستاهل. يقول الولد وينك؟ التقينا، كان يمشي وجاي أقبل علي، فماشوا ما أعرفه، لكن لما وصلني لمني لمة قوية على صدري حيل، لمني، فحسيت بحرارة اللمة. ترى نحس اللي في قلبه إيمان. قال تذكرني؟ طالعت الوجه، ثوب قصير ولحية وما شاء الله عليه، يعني الشخص سمت الدعاة. قلت والله الوجه مو غريب بس ما أذكرك. هني كان الموقف الصعب، وتسامحني أنا الموقف الصعب. قال تذكر ذيك القعدات؟ قلت له أوه أنا أذكر. كنا نجلس جلسة، كنت أزور شباب في ديوانية، كانت الديوانية هذه يمارسون فيها أمرين أنا ما أحبهم، السيجارة والغناء. كان عندهم عود يدندنون فيه، يطربون أنفسهم، يعني يطربون نفسهم جزء من الجلسة. فأنا أزورهم قبل ما تبدي السهرة، أجي المغرب ليل عشاء، بعد العشاء تبدي الدندنة. أنا أجيب هالوقت وأسولف لهم، أقعد بينهم أحازيهم مثل أبوهم الكبير، وأسولف يا عيال ترى صار كذا ومعانا كذا والدنيا فيها كذا، وقال الله عز وجل كذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كذا، وقصص وسؤال. فيتجمعون اللي منهم. أنا شلون أطلع؟ إذا أطلع بسببين: إذا السيجارة وصلت ريحتها أنا ما أشتهيها أبدا، نبتلى فيها لكن ما أشتهيها، إذا وصلت ريحتها أقول لهم السلام عليكم وأطلع. أو إذا راعي العود كله يقعد يمي. راعي إيش؟ راعي العود أوكي، يجلس جنبي ومعاه عود، لا عنا عليه. بعد مدة شديد تلاقي دن أقوم أنا أقول لا مالله، دن يعني أطلع. أحسنت. أطلع شهر 2 3 شهور على هذه الحالة. والله يعلم أني ما كلمته في يوم من الأيام، ما قلت ليش، خلاص أنا همي يسمع اللي عندي. خلونا نبني داخل هؤلاء بناء جديد، وهو سيطرد البناء الأول. هذه فطرة الإنسان، عندما ينزرع الخير في نفسك يطرد الثاني. لا تقص على نفسك وتعيش مثل عامة الناس، يقول لك شلون أنا أصلي وأغازل. ما يصير، أخلص مغازل بعدين أصلي. ما صل صلي، صوم، اذكر الله، حتى لو أخطأت استغفر وتوب. الشاهد يقول الولد تذكر؟ قلت له أنا أذكر فلان راعي العود. قال إيه أنا راعي العود. فقلت له شنو قصتك؟ يقول تذكر لما كنت تجينا في الديوانية؟ قلت تذكر لما قعدت بعدين انقطعت عنه؟ قلت تذكر. قال تجيني في المنام تقول يا فلان اكسر العود. في المنام؟ في المنام. لا. يا فلان اكسر العود. يقول قمت ذاك اليوم يا شيخ سليمان امسك العود وافلشه في الارض. في المنام؟ لا افلشه بالحقيقة. وعقب شوف دير بالك، ترى تصيد بس ما تصيدني، دير بالك. عقب يقول من 2 ادورك ابي ابشرك، اقول لك تراني استقمت بعد الله سبحانه وتعالى. ثم تلك الحركة اسمها قوم بس. شوف الله سبحانه وتعالى أنقذني وأنقذه بحركة اسمها قوم من مكانك. الله أكبر. إذن لا تقبل تكون عادي ولا تقبل تكون حالك حال ناس، خليك غير، سوي شيء غير. الكلمة الثالثة من يذكرني فيها عشان مثبتين.
أحسن من غيري. أحسنت يا شيخ، مثبت أكثر منكم. متابعك ترى أول بأول يا شيخ. والله تخوف متابعتك هذه ما يندرى عنها. متابعة ولا متابعة؟ طيب. هذه ولا هذه؟ الأولى وفي كل خير. لا والله أنا متابع بجميع حواسي، جميع المآمير مشغول. شاهد كل ما قلت له يا ولد الناس صلي، يقول الحمد لله أنا أصلي في البيت أحسن من اللي ما يصلي. يا ولد الناس صلي جماعة، يقول الحمد لله أنا أصلي جماعة في البيت مع أمي. يا ولد الناس تعال صل في الصف الأول، الحمد لله على الأقل أدخل في المسجد أحسن من ما يقول المسجد. دائما ينظر اللي أدنى منه، عمره ما ينظر من اللي أسمى وأعلى منه. ليس من أجل هذا خلقنا أيها الأحباب، خلقنا لنتنافس إلى الله سبحانه وتعالى. السابقون أولئك المقربون. ما تبون تكونوا قراب عند رب العالمين؟ ما تبون المزيد وأن نرى وجهه العظيم؟ ما تبون نمر من على الصراط مثل البرق حتى نصل إلى الجنة؟ ما تبون صحبة النبي عليه الصلاة والسلام والمجالسة معه ونسولف له؟ كان عندنا ليالي الوطن وسوينا فيها محاضرات وحضرنا أحلى حياة وقعدنا مع المشايخ وسمعنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا وين، ونقول له وين مكاننا، ويفرح عليه الصلاة والسلام بهذا. وأعلم أنه سيفرح بهذا عليه الصلاة والسلام، لأنه يحبنا، نحن إخوانه اللي ما شافناه ولا شفناه، صدقنا وآمنا فيه مثل ما قال لأصحابه. وأذكر من هذا الموقف موقف حصل لي أنا شخصيا. أحد المشايخ له في الدعوة 47 سنة عمر، فدعيت إلى محاضرة كما أنتم دعيتم من خلال الوطن ودرر وطريق الإيمان لمحاضرة اليوم. فجلست من ضمن الجالسين، ضمن 60-70 جالس، قعدت وياهم، وإذا بالشيخ يأتي ويقف. ذلك الشيخ كبير السن، لحيته بيضة، جلس يتكلم معنا بكل هدوء، وكلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكى، تخنقه العبرة، تدمع عينه، وثاني يبتسم ويرجع يكمل. وأنا قاعد أطالع فيه، ايش فيه؟ تذكر ذنب مسويه، تايب من شيء؟ قلت هذا شيخ يعني عمره فوق 50 وفوق 47 سنة في الدعوة، أكيد أكو شيء. ساعة ونص كلها بهذه الطريقة، أثر في أيما تأثير. تالي عقب قبل ما يخلص يعني يقول من يعاهدني على أن لا يعود في العام المقبل إلا وقد هدى الله عز وجل على يديه رجل. روح ادعو الناس للخير. خفنا من الكلمة، هذا عهد. كيف أعاهد أني أنا أفعل هذا؟ ما أقوى عليه. ترددنا، شيء في نفسي قال ارفع ايدك، فرفعت. حنا مجموعة رفعنا ايدنا، ثم كررها مرة مرتين، ثم ختم وانتهى الموقع. بعد 10 سنوات يقدر الله سبحانه وتعالى أني أسافر وألتقي معه، وكان معي أكثر من 100 شخص يحبون الخير. فدخلت عليه أبي أشوف شو أحواله، قلت له موجود، قالوا موجود. كان كبير في السن وما يقوى على المشي، فزرته في مكانه. السلام عليكم. السلام شيء؟ قال تعرفني؟ قال والله ما أذكرك يا ولدي. وما فارقت الابتسامة وجهه كما هي لا تفارق وجوه مشايخنا، تميزوا بها ويميزون بها غيرهم. فكان مبتسم. قلت له أقول لك يا شيخ، تذكر في اليوم الفلاني في المكان الفلاني قبل 10 سنوات لما دعينا لمحاضرة وقلت من يعاهدني؟ قال والله ما أذكر، لكن قول أبشرك أنهم أصبحوا عشرات وليس شخص واحد. فبكى وأجهش في البكاء. فيا ربعه وناس جوش فيه، قلت اتركوه. فهو يبكي فرحا، يحب هداية. فعرفت من هذا اليوم في ذاك اليوم لما كان يبكي كان يحب هداية الناس كما أحبها النبي صلى الله عليه وسلم. ففرح الشيخ بها وبكى ثم ضحك، فسلمت قبلت رأسه وخرجت. فأعلم الذي يفرح إنسانا عاديا مثله على الأرض قطعا يفرح النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان. ولهذا ألا تريدون أن تكونوا معه؟ بلى والله بلى. إذا من هذه اللحظة لازم ناخذ قرار ان احنا ما نكون مثل الناس ولا اكون احسن من غيري لأصغر مني، لكن يجب ان انافس من اعتلى منابر النور، يجب انافس من اعتلى منابر النداء. يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى أين المتحابون في فيظهرون، أين المتباذلون في فيظهرون، أين المتزاورون في كمثال المشايخ فيظهرون. في المقابل على جنب اكو شخص يطلع وعليه غدره، علم غدرة فلان، فيظهر ناس كل واحد مكتوب عليه غادر بغدرة كذا فلان كذا، هذا اللي أذى الناس. وأما هؤلاء فعلى منابر من نور. فيقول الله سبحانه وتعالى اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله.
سبحانه وتعالى. اللهم اجعل. شنو سووا؟ تحابوا في الله. شنو سووا؟ تزاوروا في الله. شنو سووا؟ تباذلوا في الله، صرف شوي من وقته أو من جهده أو من ماله لله عز وجل، فأصبح غير الناس وأصبح ينافس. ثم ننتقل للرابعة، ذكروني فيها. كيفي؟ يا ولدي ليش تضر نفسك؟ كيفي؟ ليش تلبس غلط؟ كيفي؟ ايش عليك انت؟ انا بدش نار ولا انت؟ خلينا ندخل النار. فصار موقف مثل هذا قبل اسبوع، شتم احد الرجال امامي، فقلت له لو سمحت لا تسب. كان يزيد بالسب مره ثانيه، قلت له لو سمحت لا تسب. كان يقول استغفر الله، عفوا كان يقول خلاص كيفي انا بدخل جهنم مو انت، وزاد قلت له لا تسب. كان يقول استغفر الله سامحني بس فلتت مني اعصابي. الحمد لله انه انتبه وعاد. كلمة كيف يا ناس ما تنقال إلا في الحق. إذا أردت أن ترتقي بالحق قول ذيك الساعة كيفي. والكلمة الأخيرة لا تكون من اللي يقولون ما أقدر. كذبة وكذبة وكذبة رجالا ونساء على نفسه من ظن أنه لا يستطيع، فكذب على نفسه. وأقل الصدق في كسر هذه القاعدة أني أحاول، واللي يحاول صادق حتى لو ما وصلت. يا أخوي حاول، يا بنيتي حاولوا توصلون. اليوم ما قدرت باكر، ما قدرت اللي عقبه، الله عز وجل برحمته الواسعة وعطائه الذي ليس له حصر يكافئنا ويعطينا ويزيدنا على السعي وليس على النتائج. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول. جزاكم الله خير، حسن الاستماع.